حبايبنا الحلوين، مساء الخير صباح الخير وقت ما بتسمعنا دلوقتي. معانا دلوقتي مراجعة مهمة جدًا على امتحان الشهر بتاع شهر نوفمبر. مراجعة هتلم لك شوية دروس حلوة مع الدروس اللي فاتت. أنت طبعًا أكيد كان لسه عندك امتحان شامل فضابط الدنيا معانا بإذن الله إن شاء الله. هنحل شوية أسئلة حلوة وهتفيدك، حتى لو هي مش عشان امتحان الشهر، هي عشان الدروس اللي هتتاخد أو اتاخدت قبل كده أو لسه هتتاخد معانا. فإحنا ماشيين مع الامتحان بس فارق معانا درس والّا 2. فأنت عشان تتفرج على المراجعة ما يبقاش معديك حاجة، دي مراجعة على الليلة كلها عشان تخش امتحان مستعد، وعايزك تذاكرها لنفسك، لنفسك، سيبك من امتحان الشهر، لنفسك، كلامي واضح. تعالَ يا صديقي نمشي واحدة واحدة. أول حاجة عندنا هتيجي في امتحان الشهر اللي هي تكملة المراجعة بتاعة شهر أكتوبر دي في شهر نوفمبر. طبعًا هتيجي تقول لي يعني الاتنين هييجوا، لأ هم كلامهم إن هم ييجوا على من أول الجزء ده، بس إحنا برضه لازم نراجع كده بعيننا على اللي فات، وكده أنت زي ما قُلت لك لسه طالع من امتحان شهر، لسه طالع من امتحان شامل عندي، ملل السنتر، ملل الأونلاين، فأنت مجمّع الكلام ده قبل كده. الراجل بيقول لك على حاجة اسمها دالة المقياس، ودالة المقياس دي جميلة، حاجة اسمها معادلة، حاجة اسمها متباينة، والمتباينة بتنقسم لأكبر وأصغر. تعالَ نمسك واحدة واحدة ونشتغل بالطريقة الصح. الطريقة الصح بيقول لي المقياس س يساوي 2. عايز الصح والّا الكروتة؟ لا أنا عايز الصح. حضرتك بتجيب حاجة اسمها الدليل، س أكبر منه يساوي س أصغر منه. بتاخد اللي جوه المقياس تساويه بالصفر، فاللي جوه المقياس س أمّا تساويه بالصفر يبقى صفر، وتروح عامل شرط في النُص. طلّع اللي جوه المقياس بنفس الإشارة وساويه بالاتنين، ومرّة بعكس إشارة بيساوي 2. هنا دي اتحلّت، هنا هنقسم على السالب يبقى س بيساوي -2. قبل ما تكتب مجموعة الحل وتختار، لازم تتحقق من اللي هاقوله دلوقتي. هل الاتنين لو تم وضعها هنا هتبقى أكبر من الصفر؟ آه. هل -2 لو تم وضعها هنا أصغر من الصفر؟ أي نعم. إذًا يبقى مجموعة الحل 2 وسالب 2، الإجابة ج. مستر في طرق أسهل، آه والله، تعالَ أقول لك طريقة أسهل أهي. المقياس س بيساوي 1، مش ده س، أدي س بتساوي 1 وأدي سالب س بتساوي 1، طلّعته مرّة موجب مرّة سالب، أو مرّة بنفس إشارة ومرّة بعكس إشارة وده الصح. هنقسم على السالب يبقى -1 واختار دي وتمشي معاه. بس أنا هاجي عند سؤال وهاتهبد هبدة وحشة، عشان كده باقول لك امشي بالأسلوب وإيه المشكلة؟ اسمع الطريقة هتلاقي السؤال شبهه. طب يا مستر اللي بعده، المقياس س ناقص 4 يساوي الصفر، سهل، ودّي ال4 بعكس إشارة، مقياس س يساوي 4، هيطلع موجب وسالب 4 صح، زي ما التانية كانت موجب وسالب 2. خلاص أنت كده فهمت الليلة، تمام، ما فيش مشكلة أمّا تحلها، بس أنا باقول لك الطريقة الأفضل. أهو هنا بقى المقياس س ناقص 1 بيساوي -3. بُص مبدئيًا قبل ما تكمّل، ما دام الجنب الشمال ده عدد سالب، مجموعة الحل فاضي، ده كده حل سريع يخلّص. هاقنعك بقى ليه، عشان الطريقة اللي أنا قُلت لك في الأول. هتقول لي س أكبر منه ويساوي س أصغر منه، هتاخد ده تساويه بالصفر على جنب، يطلع لك 1، هتطلّعه بنفس إشارة بيساوي -3 بعكس الإشارات هيساوي -3، وأدّي السالب 1 بعكس إشارة موجب 1 فيبقى الس بيساوي -2، وهنا أودّي ال1 بعكس إشارة -1 يبقى سالب س بيساوي -4 بالقسمة على السالب الس ب4. ادّيني بقى عقلك الله يبارك لك. هنا -2 لو اتحط هنا هل أكبر؟ لا يحقق. هنا ال4 لو اتحط هنا هل أصغر من 1؟ لا يحقق. عشان كده اخترت مين؟ فاضي. فخدها قاعدة ثابتة. لو الجنب الشمال للمعادلة عدد سالب، عدد لوحده سالب، قُل مجموعة الحل فاضي. السؤال اللي بعده، مقياس س أصغر من، دخلنا على الأصغر من ويساوي أو الأصغر من، حلو أوي ده يا معلم. بس تعالَ بس نكتب كلمة، لو لقينا يساوي الفترة مقفولة. يعني أصغر من ويساوي، الفترة مقفولة، طب لو أصغر من الفترة مفتوحة. طيب تعالَ نتعلم. حضرتك عشان تحلل أصغر من طريقة حلها سهلة أوي، بتنزّل المقياس وتنزّل العدد. بُص النغمة دي، أكرر العلامة وأغيّر الإشارة، كرر العلامة وغيّر الإشارة بس. طبعًا هل السين جنبه عدد هنا أو هنا؟ لأ، خلاص يبقى المسألة اتحلت من -1 ل1. طب في يساوي يبقى الفترة مقفولة. الإجابة أهي. أكبر من، لا الأكبر من بقى ليها طريقة. إيه طريقتها؟ تعالَ نكمّلها. قال لي حضرتك هتشيل المقياس وتقول لي يا إما س أكبر من ال5 عكس الإشارة، يا إما سالب س أكبر من ال5. إيه ده يا مستر؟ يعني إيه معلش؟ يعني أنا بالعربي كده بانزّل العلامة زي ما هي، ويا إما الس أكبر من 5 يا إما السالب س أكبر برضه من 5، يعني باطلّع اللي جوه مرّة بنفس إشارة ومرّة بعكس إشارة. طبعًا س أكبر من 5 دي لو عملناها على خط أعداد، أدي 5 مفتوحة
مفتوح عشان مش يساوي وراحت للأكبر، افتكر الدرس الأول. لو قسمنا هنا على سالب السين أصغر من السالب 5 يبقى السالب 5 وأصغر منه، الله! قُل لي بقى كده المجال أو مجموعة الحل، الله الاتنين واحد. إيه اللي متلوِّن هنا؟ هتقول لي الخط كُلّه ما عدا الصغير والكبير، -5 و5. في نغمة بتقول لك المفتوح اقفله والمقفول افتحه. تاني أهو، مش في فرق؟ إحنا قُلنا الفرق في الدرس الأول بيعكس الفترة، يبقى المفتوح نعمل إيه؟ نقفله. يبقى فرق -5 و5 مقفولة. إيه الإجابة ب. نفس عميق، وقّف الفيديو، روح حِل وتعالَ، صدّقني هتبقى أريح لك. حِل مين؟ حِل نفس الأسئلة، الله يبارك لك. السؤال اللي بعده، حل المتباينة دي، المقياس س أكبر من ويساوي 3/2، نفس الحوار بالله عليك. س أكبر من ويساوي 3/2، سالب س أكبر من ويساوي 3/2. دي اتحلت عشان ولا يمينها عدد ولا شمالها عدد، ولا شمالها عدد. 3/2 دايرة مُغلقة عشان في يساوي وروحي للي أكبر منه. بالقسم على السالب العلامة تتقلب، فهتبقى -3/2 دايرة مُغلقة وروحي الاتجاه التاني. فيا معلم الخط ده كله متلون، حصل يا مستر، ما عدا الحته دي فالخط كله اسمه ما عدا من -3/2 و3/2 والفتره مفتوحه عشان الفرق بيعكس الفتره. يبقى الاجابه الف. مجموعه حل المتباينه، المتباينه س ناقص 2 اكبر من ويساوي 3 في اول حاجه حضرتك هتاخد س ناقص 2 أكبر من ويساوي 3، ثم سالب س زائد 2 أكبر من ويساوي 3. مش محتاج تعملها معاملة المعادلة خالص. هنا س أكبر من ويساوي 3 زائد 2 5، يبقى أجري على خط الأعداد وأعمل 5 وبسرعة أعلم عليها وأروح. وشكبا هنا ودي الاتنين بعكس إشارة -2، فيبقى سالب س أكبر من ويساوي 3 ناقص 2 1. بالقسم على السالب العلامة تتقلب رايحة لسالب 1، يبقى -1 والعلامة معاه وتسافر الناحية التانية. يبقى المجال هنا هيبقى المجال هو مجموعة الحل وغلاوتك. فرق الصغير -1 ل5، المقفول نفتحه. فرق -1 و5، المقفول نفتحه. السؤال اللي بعده، مجموعة حل المعادلة، نفس الحوار يا صاحبي، بس المعادلة اوعى تنسى، باجيب الأول مين بقى؟ س أكبر من ويساوي س أصغر من، لازم باخد دي اساويها بالصفر تبقى 3، هاخد اللي جوه المقياس اساويه بال7 اعكس اشاراته واساويه بال7. هنا س تساوي 7 زائد 3 لان هتروح بعكس اشاره يبقى 10، وال10 لو حطيناها هنا تحقق. هنا سالب س بتساوي 7 ناقص 3 يعني 4، بالقسم على السالب -4، والسالب 4 اتحقق. يبقى انا عايز 10 وسالب 4، 10 وسالب 4، ومش فارقه تكتب مين قبل مين على فكره، عشان ده قوس مجموعه مش فتره. الفتره اللي لازم هنا. يلا بص هتتحل في كلمه الا كلمه، ودي الواحد بعكس اشاره هيبقى سالب. سالب مساعد قال لك فاي. تعرف ليه بقى؟ اصغر، يلا الاصغر من، بنزل المساله واغني لها، اكرر العلامه واغير الاشاره. هنا بقى حته اشرحها لك، السالب 3 تطلع هنا سهم 3 وتطلع هنا سهم 3، يعني بتطلع بنفس الإشارة في الاتجاهين. فهيبقى هنا -4 زائد 3 -1، وهنا 4 و3 7. يبقى كده الفترة من -1 ل7، وفرق ما بين الأصغر والأكبر. وأنا قاعد أشرح لك مش مقسمهم لك، كل شوية أجيب لك شوية أصغر شوية أكبر شوية يساوي، أنا عايزهم كتير عشان في الامتحان هيجي لك. اللي بعده علامة أصغر من، جذر س أس 2، بالله عليك اوعى تنسى. الجذر يروح مع التربيع يتبقى مقياس، فالمقياس هيروح مكرر العلامة ومغير الإشارة، يبقى من -1 ل1 مقفولة عشان في سالب. السؤال اللي بعده مقياس أكبر من الصفر، هتضايقك دي شوية، تعالى أقول لك ليه. أنت هتاخد س ناقص 4 أكبر من الصفر، وهتاخد سالب س زائد 4 أكبر من الصفر. هنا س أكبر من ال4، هنا سالب س أكبر من السالب 4، اقسم على السالب يتعكس.
فاتعكست العلامة فبقت 4. هنا أمّا تعمل 4 مفتوحة وتروح يمين، هنا هتعمل 4 مفتوحة وتروح شمال، فتلاقي الخط كُلّه متجمّع ما عدا ال4، يبقى فرق ال4، الإجابة أ. السؤال اللي بعده، أُسس، كده دخلنا في الأُسس، فأنا هاستأذنك مش هاروح للأُسس دلوقتي، هاخلّص حل المعلمين دُولة بعدين آجي للأُسس. هتقول لي يعني إيه؟ يعني أنا أخلّص الدرس ده الأول بعدين كإني باراجع على الدرس كُلّه. اوجد مجموعة حل، أنا كده هاراجع لك على درس المعادلات والمتباينات كلها أهو. اوجد مجموعة حل المعلمين دُولة، كام سؤال؟ 3. أكتب سؤال وأخلّصه وأمسحه، أكتب سؤال أخلّصه وأمسحه، أكتب سؤال أخلّصه وأمسحه، فركّز معايا. السؤال الأول، المقياس س زائد 2 بيساوي 4 ناقص ال3، طبعًا 4 ناقص 3 يدّيني 1. حضرتك هتروح واخد س أكبر من ويساوي س أصغر من، عشان دي معادلة، هتاخد دي تساويها بالصفر يطلع -2. فمرّة س زائد 2 هاساويها بالواحد اللي هو اتفضل هنا، ومرّة سالب س ناقص 2 بيساوي 1. هنا الس تساوي 1 ناقص 2 اللي هي -1، والسالب 1 أكبر من السالب 2، وهنا سالب س بيساوي 1 زائد 2 يبقى سالب س بيساوي 3. بالقسم على السالب الس بتساوي -3 والسالب 3 أصغر، يبقى لو طلب مني مجموعة الحل هاقول له -1 وسالب 3. اللي بعده، س مقياس س ناقص 2 بيساوي -3 واديت ال3 بعكس إشارة. طبعًا أنت هتقول لي هنا فاي، هاقول لك لأ استنى في تريكاية، في س هنا يا معلم في الأول. طب بعدين؟ لأ حل الأول بعدين نشوف. هنا هتقول لي س أكبر من ويساوي 2، س أصغر من الاتنين، بس إحنا أخدنا دي ساويناها بالصفر. تعالَ بقى، الس هاطلّع اللي جوّه مرّة بنفس إشارة بيساوي -3، الس أطلّع اللي برّه بعكس إشارة بيساوي -3. س في س بس أس 2، س في -2 بسالب 2 س، ودخّل ال3 بعكس إشارة، وهنحلّل، هنحلّل. هنا س في سالب س بسالب س تربيع، س في 2 ب2 س بيساوي -3 دخّلها بعكس إشارة، وهنحلّل. طب تعالَ نحلّل هنا، قبل ما أحلّل ال3 كام في كام؟ 3 في 1، هل مجموعهم 2؟ لأ، يبقى ما فيش تحليل هنا. هنا هاضرب في السالب عشان أغيّر إشارات. وهاقول ال3 3 في 1 طرحهم 2 فهافتح قوسين، س وس، 3 و1 طرحهم 2 لو الأخير سالب إشارات مختلفة، ده سالب وده موجب، يا إما الس تساوي 3 يا إما الس تساوي -1. إحنا في الجنب ده لو حطينا 3 هل أصغر من الاتنين؟ لأ. لو حطينا -1 أصغر من الاتنين يبقى مجموعة الحل -1. يبقى السؤال ده فيه تركاية أمّا ألاقي حاجة برّه عن المقياس رمز زي الس. السؤال اللي بعد كده بيقول المقياس ده بيساوي المقياس ده، ده جميل أوي، المقياس س زائد 7 بيساوي المقياس س ناقص 5، ده مش محتاج منك حاجة خالص. في قاعدتين لحل السؤال ده، يا إما تربّع الطرفين، يا إما تثبّت واحد وتغيّر التاني. كلامي واضح؟ تاني، ربّع الطرفين دي بلاش منها عشان أنت ما بتعرفش تعرف الأول في نفسه والتاني في نفسه، أول في التاني في 2 وتزاوله. امسك ده نزّله بنفس إشارة مش محتاج تجيب دليله، ونزّله بعكس إشارة. ساويه بس ناقص 5 ساويه بس ناقص 5، يعني أنت خلّيت ده متغيّر وده ثابت، يعني أنت يا معلم غيّرت ده مرّة بنفسه ومرّة بعكسه ونزّلت ده زي ما هو. بُص بقى اللي هيحصل بقى، هنا السين هتروح لها السين، فتبقى س ناقص س بيساوي -5 ناقص 7، فطبعًا س ناقص س راحت. هنا سالب س ناقص س بيساوي -5 زائد 7، طبعًا هتبقى دي -2 س، -5 زائد 7 2، بالقسمة تبقى الس بسالب 1، كده أنت جبتها بالطريقة دي س بسالب 1. طب أنا هاعملها بطريقة تانية، إيه هي؟ هاخد س زائد 7 وهاخد س ناقص 5، هاربّع الطرفين، فده يتفك الأول في نفسه، التاني في نفسه، أول في تاني في 2، وده الأول في نفسه، التاني في نفسه، أول في تاني في 2، وأدّي لي الرجالة دي كلّها بعكس إشارة، يعني س أس 2 زائد 14 س زائد 49 هوبا ناقص س تربيع زائد 10 ناقص 25 بيساوي الصفر. تعالَ
س تربيع ناقص س تربيع راحت، صح. 14 نجمع عليها 10 24 س، صح. 49 شيل منها 25 يبقى س بالموجب 9 ناقص 5 4 و4 ناقص 2 2. يبقى 24 س بيساوي سالب 24 وديناها بعكس إشارة. بالقسم على ال 24 س بسالب 1 طلعت نفس الناتج، سهلة. شوف الطريقة اللي تعجبك في الاتنين. كمان مرة كمان مرة. حل لي المتباينات دي عشان يبقى خلصنا المقالي بتاعنا. الأولاني هتودي الاتنين بعكس إشارة، يبقى المقياس س ناقص 4 أصغر منه ويساوي 4 على السن الاتنين تيجي هنا. فالأصغر منه قلنا بنزل العلامة وأغير الإشارة، العلامة بتتكرر وأغير الإشارة. سالب 4 يجي هنا 4 ويجي هنا 4، يبقى السين تقع ما بين ده مجموعه صفر وده مجموعه 8، يبقى الفترة من صفر ل 8 مقفولة. شكرا. هات لي الأصغر اللي تحت عشان نخلص. الجذر ازاي يتحول مقياس؟ فكرتك انا وانا بعمل معاك التمثيل البياني والتحويلات الهندسيه لو فاكر في الحصه. قلنا جذر الاول س، جذر الاخير 2، الشرط اللي في النص سالب. تاني ازاي احول جذر المقياس بسرعه؟ جذر الاول جذر اخير اشاره الاوسط، جذر الاول جذر اخير اشاره الاوسط. دي بقت اصغر، يلا س ناقص 2 اصغر منه ويساوي، كرر العلامه وغير الاشاره. السالب 2 تيجي هنا 2 والسالب 2 تيجي هنا 2، فدي هتبقى 8 ودي س ودي سالب 4، يبقى الفترة من سالب 4 ل 8 مقفولة. كده احنا خلصنا من أول اتنين دول. تعالى التالتة برضو جذر، حولها لمقياس هيبقى س 1 ناقص أكبر منه ويساوي 4. اللي أكبر منه بناخد س ناقص 1 أكبر منه ويساوي سالب س زائد 1 برضو أكبر منه ويساوي. س هتبقى أكبر منه ويساوي 5 على أساس ودينا بعكس إشارة. سالب س أكبر منه ويساوي 3 على أساس ودينا بعكس إشارة. يبقى الس أصغر منه ويساوي سالب 3 قسمنا على السالب، فبقت 5 مغلقة ورايحة هنا، والسالب 3 مغلقة ورايحة هنا. يبقى مجموعة الحل ح فرق سالب 3 و5 المقفول افتحه. كلامي واضح. اللي بعده جذر الأول جذر الأخير إشارة الأوسط أكبر منه ويساوي 8، مرة س ناقص 3 أكبر منه ويساوي، مرة سالب س زائد 3 أكبر منه ويساوي. س أكبر منه ويساوي 8 زائد 3 11، سالب س أكبر منه ويساوي 8 ناقص 3 5، بالقسم على السالب يبقى سالب 5، فهتبقى من 11 فترة مغلقة وتروح، وسالب 5 فترة مغلقة وتروح، يبقى ح فرق سالب 5 و11 مفتوحين عشان المقفول يتفتح. تقريبا بس كده ده المقالي بتاعك. هنخش بعد كده على حاجة تانية بقى خالص، الدرس اللي بعده الأسس واللوغاريتمات. طب ليه يا مستر؟ ما احنا قلنا بقى مراجعة شهر أكتوبر، مراجعة شهر نوفمبر دي فيها كل حاجة، أو المراجعة دي فيها كل حاجة. سمي اللي بقى. بيقول لي 2 أس س زائد 1 بتساوي 4، دي بتتحل ازاي؟ قدامك طريقتين، يا تعوض بالاختيارات يا تفهم الطريقة الأولى. يعني عوض عن السين مرة بواحد، لو طلعت الجنب ده ب4 صح، عوض بسالب 1 وهكذا. طب لو طلع 1 وسالب 1 هتختار دي، لو طلع صفر هتختار دي، إيه اللي أنت عايزه. أنا طريقتي بقى بما يرضي الله. أنت بتسيب 2 أس س زائد 1 وتسأل الأربعة أنت 2 أس كام؟ فالأربعة ترد تقول لك 2 أس 2. فبما إن الأساس بيساوي الأساس، إذا الأس بيساوي الأس، يبقى س زائد 1 بيساوي 2، ودي الواحد عكس إشارة يبقى الس بتساوي 1. شكرا، الس بواحد بس. السؤال اللي بعده 7 أس س ناقص 2 بتساوي 1، فأنا عايز أخلي الواحد ده 7، فسهل. الواحد ده رقم جميل قوي معانا. بص الحركة دي، شيل الواحد وحط 7 أس صفر، يبقى طول ما في واحد اكتب الملحوظه دي معايا، العدد أس صفر. بما إن الأساس بيساوي الأساس إذا الأس بيساوي الأس، يبقى الس ب2، اختار 2. السؤال اللي بعده 3 أس س ناقص 1 بيساوي 9، هتجرب الاختيارات؟ جرب. طب أنا عايز أفهم. بص يا صاحبي، الناس اللي بتفهم رياضة عارفة إن التسعة دي 3 أس 2، وأروح أنا مطلعها من تحت لفوق 3 أس سالب 2. أساس يبقى أس، يبقى الأس ده هيساوي الأس ده،
وادّي -1 بعكس إشارة -1 يبقى الس بتساوي -1. هاختار مين؟ -1. 2 أس 3 ناقص س بيساوي 1 على 16، فاروح أنا سائل ال16 أنتِ 2 أس كام؟ فال16 أعرف منين إن هي 2 أس كام؟ هاقعد أضرب الاتنين في نفسها مرتين تطلع 4، 3 مرات تطلع 8، 4 مرات تطلع 16. وفي طريقة تانية أحلى أمّا آخد اللوغاريتمات هابقى أشرحها لك في الحصة. هتروح أنت مطلّع الاتنين دي فوق يبقى 2 أس -4، بما إن الأساس بيساوي الأساس إذًا الأس بيساوي الأس وأدّي ال3 بعكس إشارة -3 يبقى -س بيساوي -7، بالقسمة على السالب الس ب7. السؤال اللي بعده، من رأيي تجرّبه أنت، لا يا مستر مش قدّه، ليه؟ ما أنت هتقسم على ال27 الأول، لا يا مستر حِل أنت، حاضر. الراجل بيقول 27 في 3 أس س ناقص 5 بيساوي 1 على 81. أنا عايز أتخلّص من ال27، خُدها قاعدة من أخوك ما تقسمش عليها، اضرب في مقلوبها 1 على واضرب في مقلوبها هنا 1 على، فده هيروح مع ده، تتبقى 3 أس س ناقص 5. معيش آلة أنا ها، ركّز كده في دماغي بقى، ال81 ده 3 متكررة 4 مرات، وال27 3 متكررة 3 مرات، يبقى لو ضربناهم في بعض باجمع الأُسُس 4 و3 7، يبقى لو الأساسات شبه بعض في الضرب باجمع الأُسُس، يبقى دي 3 أس -7. يا لهوي! دي محتاجة طالب باشا، وأنا عارف إن أنت تعوّض بالاختيارات برضه، هتسيبني أروح أعوّض بالاختيارات، يا ابني بلاش، يقول لي: "لا ما كده، ده الوحدة دي بتيجي اختيارات، أعوّض بالاختيارات." يا ابني طب ما تتعلّم، "لا يا عم أبقى أتعلّم بعدين." يا حبيبي ما تركّز، لأ ماشي أنت أدرى بنفسك. هناخد س ناقص 5 اللي هي هنا، هاساويها بسالب 7 وأدّي -5 بعكس إشارة -5، يبقى س بتساوي -7 زائد 5 -2، س بكام؟ -2. اللي جاي، هنا بقى 3 أس س ناقص 5 بيساوي 2 أس س ناقص 5. لقينا الأساسات مش شبه بعض ومستحيل يبقوا شبه بعض، يعني ليه؟ دي 3 ودي 2، مستحيل ال3 تبقى 2 ولا 2 تبقى 3. فلو قال لك بُص القاعدة دي باكتب معايا أهي، لو الأساس لا يساوي الأساس إذًا الأس هاخده أساويه بالصفر، إمتى؟ أمّا يكون الأس بيساوي الأس، اكتب معايا القاعدة، بما إن الأساس لا يساوي الأساس، فهاسأل الأول هل الأس بيساوي الأس؟ لو رَد قال لي آه، هاقول له يبقى ناخد أس منهم نساويه بالصفر. طب لو رَد قال لي لأ، ليها طريقة تانية هنتكلم فيها. طب هنا رَد قال لي آه، يبقى ناخد س ناقص 5 أساويها بالصفر يبقى الس ب5. يعني أنت بالعربي تعمل معادلات اتزان، أنا عايز الجنب اليمين يكون قد الجنب الشمال. السؤال اللي بعده، 7 أس س زائد 1 بيساوي 3 أس 2 س زائد 2. لو أنت بتفهم رياضة، ال3 دي هاخد من فوق 2 عامل مشترك، هيبقى شبه بعض، فهاقول 7 أس س زائد 1 بتساوي 3 أس 2 ب9 أس س زائد 1. أنت ليه عملت الحركة دي؟ عشان الأساس مش هيساوي الأساس عمره، بس الأس خليته بيساوي الأس، يبقى أنا بادوّر إن أنا أوصل للتارجت بتاعي، عشان آخد الأس بتاعي أساويه بالصفر، يبقى الس بيساوي -1. بس أنا كنت ممكن أقعد بالاختيارات، قُلت آه والله مش هاقعد باختيارين، أقعد باختيارين وأخلّي المعادلة موزونة، بس أنا عايز أعلّمك، يعني لو الأساس مش بيساوي الأساس أحاول أخلّي الأس يساوي الأس، صح. طب هنتكلم تاني، هنا 3 على الاتنين الكل أس 3 ناقص س بيساوي 8 على 18. مستر مستحيل ال8 على ال18 تطلع شبه الكلام ده عشان الموضوع ده صعب على دماغنا، ليه يا صاحبي؟ ما أعرفش، أنا حاسس إن الموضوع صعب. طيب هاعلّمك بقى حاجة بس بيني وبينك، قُل يا أستاذ. تعالَ نفتح الآلة، بس دي هناخدها إن شاء الله في اللوغاريتمات. يا مستر أمّا تيجي اللوغاريتمات، يعني إيه أصلًا لوغاريتمات أنا فاهم، أنا عايز اللوج اللي هو الزرار ده، اللوج ده تمام، أهو لوج ظهر لي مربع تحت ومربع فوق، حلو، حلو. أنا عايز ال8 على ال18 3 على الاتنين، أكتب تحت ال3 على الاتنين، يبقى شرطة كسر 3 على الاتنين، وفوق أكتب اللي فوق 8 على 18. طلع بيساوي إيه؟ قال لي: "يا باشا لا والله بيساوي -2." فُكّني بيساوي -2، فُك من الكلام ده بيساوي -2، عارف معناه إيه؟ معناها إن بكل أريحية أنت 3 على الاتنين أس 3 ناقص س
بيساوي 3 على ال2 أس -2 بس خلاص، يبقى 3 ناقص س بيساوي -2 وأدّي 3 بعكس إشارة، -2 ناقص 3 يبقى -5 بالقسمة على السالب الس ب5. مستر أنا مش مقتنع أوي، يا سلام! تعالَ يا صديقي، هو أنت حضرتك تعرف ال4 2 أس كام؟ 2 أس 2 تعالَ أثبت لك، دوس اللوج. أنت عايزها 2 فاكتب تحت أنا عايزها 2 طب هي كام؟ 4 هتطلع 2 يبقى معناها إن ال4 2 أس 2 تاني، مش أنت لسه واخد إن ال81 3 أس 4 طيب أنا عايزها 3 وهي باكج 81 طلعت على جنب 4 يبقى معناها 3 أس 4 سحر اللوج ده، سحر هتتعمق فيه بعد كده وهيبقى بالنسبة لك جميل أوي وأحسن من إن أنت تقعد تفكر الرقم مضروب كام في كام. اللي بعده 5 أس 2 ناقص 3 أس 2 الكل أس نُص، لا يا باشا معلش أنا آسف، دي يتحل على الآلة مش ناقص وجع دماغ والله، تمام؟ يعني أنا حاطط لك السؤال بس حلّه أنت على الآلة أهو، تمام؟ افتح قوس 5 أس 2 25 ناقص 3 أس 2 9 يطلع 16 أس نُص اللي هو 1 على ال2 طلع كام يا معلم؟ 4 بس شكرًا أشكرك بشدة ونشاط، الإجابة 4 هي الأسئلة اللي ما فيهاش رموز دي تخلص على الآلة. تخلص على الآلة الله يبارك لك. جذر الرابع ل16 ألف أس 12 الله يبارك لك اسمع الحل اللي هنقوله دلوقتي. قُل يا أستاذ. بُص يا سيد الناس، الجذر الرابع ل16 ألف أس 12 ما يتحلش إلا بالطريقة اللي هتقال دي. الجذر الرابع لل16 حلو كده، في الجذر الرابع لألف أس 12 أول خطوة دي فيها مشكلة؟ لأ. هنعمل دي على الآلة هتطلع 2 اركن دي على جنب، على راسي الاتنين شكرًا. دي بقى يا معلم أمّا نعملها على الآلة الجذر الزوجي بيسيب مقياس ونقسم اللي جوه على اللي بره 12 على 4 فيها ال3 يبقى الإجابة هتبقى 2 مقياس أ أس 3 هتقول لي أوه تمام حلو وجميل هاقول لك لأ أنت تجاوب زي ما هو جاوب كده لو رمز حط جوه مقياس وأما تكون بالذات تربيعي تاني أهو الجذر السادس لس زائد 2 ص الكل أس 18 مش عارف أفرقه فهاسيب س زائد 2 ص جوه مقياس واقسم 18 على ال6 فيها ال3 يعني هم جوه قوس فيهم 3 جوه قوس فيها 3 وجوه مقياس الإجابة أهي فهمت أنا ليه عملت كده؟ ده في كل اللي فيها رموز الجذر الرابع لل16 والجذر الرابع لس أس 4 والجذر الرابع لص أس 8 يا رب يركزوا ده فيها الاتنين ده هيبقى جوه مقياس س 4 على 4 وده المفروض جوه مقياس ص 8 على 4 2 المفروض كده هو بقى حط التاتش بتاعه طبعا دي ملغيه وانت بقى متحير ودي 4 ملغيه عشان هي 2 ودي ملغيه فما قدامكش الا دي هو عمل ايه؟ شال المقياس حط تربيع طب ما هي لو حطينا المقياس تربيع يعني هي دي معلم هي دي يبقى التربيع بس اللي ينفع يتشال فيه المقياس اذا ما فيش تربيع يعني اس 3 اللي فات ما كانش ينفع تشيل المقياس يعني بص كده احنا اللي فاتت كانت اس كام 3 ما كانش ينفع اشيل المقياس اللي قبلها كانت اس كام 3 ما كانش ينفع اشيل المقياس انما هنا اما تلاقي اس 2 ينفع نعوض عنها بمقياس لان كده كده التربيع بشيله واحطه جوه مقياس اما بحط الجذر السؤال اللي بعده 2 أس ن بتساوي 8 ما ال8 2 أس 3 الأساس بيساوي الأساس الأس بيساوي الأس يبقى النون ب3 اللي بعده 3 أس س زائد 5 بتساوي 1 قلنا الواحد 3 أس صفر يبقى خد س زائد 5 ساويها بالصفر يبقى -5 بس الأسئلة بتجيب بعضها س أس نص الكل أس 6 باشا 6 في نص ب3 باشا الأس اللي جوه بيضرب اللي بره يبقى س أس 3 تتخضش اللي بعده 2 ص أس 2 على ال3 الكل أس 3 وزع الأس ب يبقى 2 أس 3 ص اضرب 3 في 2 على ال3 يديني 2 2 أس 3 ب8 يبقى 8 ص تربيع السؤال اللي بعده
ألف أس 2 على التلاتة الكل أس 12. سيب الألف واضرب 2 على التلاتة في 12 على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الأربعة، 4 في 2 ب8 هيبقى ألف أس 8. حلو السؤال ده بقى. س أس صفر في س أس 2 في 3 ب6 على س أس 2 في س أس نُص. خلّيك ذكي، أي حاجة أس صفر تساوي الواحد. في س أس 6 يبقى س أس 6 على هاضرب دُولة الأول، 2 هاجمع عليه نُص يعني 2 ونُص، يبقى ده هاقسمه على س أس 2 ونُص. أنا أعرف في القسمة باطرح الأُسُس، يبقى دي س 6 جنيه شيل منها 2 جنيه ونُص، في القسمة باطرح الأُسُس، 6 جنيه شيلها منها 2 جنيه يتبقى 4 شيل نُص يتبقى 3 فاصل نُص، يبقى س أس 3 ونُص. سؤال حلو ولذيذ وجميل. الجذر الرابع ل3 أس 12. حلو السؤال ده أوي، أوي، أوي وتفصيلي شوية. الجذر الرابع ل3 أس 12. 3 أس 12 يعني إيه يا عم مساعد؟ عادي يا باشا، آدي 3 وهاقول 12 على ال4 فيها ال3، 3 أس 3 ب27 سهلة الكلمة. السؤال اللي بعد كده، إذا كان 9 أس 2 ن زائد ناقص 1 بيساوي 27 أس ن زائد 2. خليك ذكي بقى، 9 أس 27 يبقى له على ال3. ال9 3 أس 2 يبقى أنا هاضرب ال2 في 2 ن ناقص 1 وال27 3 أس 3 وال3 اضربها في ن زائد 2 يبقى دي 3 2 في 2 ب4 و2 في 1 ب2 وآدي 3 في ن ب3 ن و3 في 2 ب6. كده أنا عرفت أنا أخلي الأساس بيساوي الأساس. في الحالة دي الأس بيساوي الأس، واللي بيفهم رياضة هيودي 3 ن بعكس إشارة وهيودي -2 بعكس إشارة. 4 ن ناقص 3 ن 6 و2 8 يبقى النون ب8. السؤال اللي بعده 2 أس س زائد 1 بيساوي 8، 8 اللي هي 2 أس 3 يبقى س زائد 1 بيساوي 3 يبقى الس بتساوي 2 على أساس إن أنا أودي الواحد بعكس إشارة. السؤال اللي بعده 5 أس س ناقص 1 بيساوي 4 أس س ناقص 1. الأساس مستحيل يساوي الأساس، يبقى آخد الأس أساويه بالصفر، يبقى يا معلم السين تطلع بواحد. الأرقام الأسئلة بتتكرر بس أشكالها بيتغير. أدينا بنحل معاك أسئلة الله يبارك لك. حلو السؤال ده أوي. نُص أس أ تربيع ناقص أ ناقص و2 1، 1 ده هاشيله أحطه نُص أس صفر. أساس بيساوي أساس يبقى أس بيساوي أس. حلل هافتح قوسين الألف تربيع ألف وألف، الاتنين 2 في 1 طرحهم 1، لو أخير سالب إشارات مختلفة سالب وموجب، يا إما أ ب2 يا إما أ بسالب 1. أ ب2 وأ بسالب 1. هو قال لي أ أكبر من الصفر يبقى إذًا أ ب2. هو محدد أ أكبر من الصفر. لو ما كانش محدد كان الرقمين ينفعوا، ده لو كان موجود في اختيارات. السؤال اللي جاي ده بقى جميل أوي باحبه أنا. 5 أس س ب2 فإن 25 أس س بكام؟ ما تفكّرش وتتعب نفسك الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك. بُص يا سيدي الناس، ال25 دي هتقسّمها لي إزاي؟ هتقولها 5 في 5 الكل أس س. حلوة اللعبة دي؟ حلوة اللعبة دي. وزّع السين هنا وهنا، يبقى 5 أس س في 5 أس س. جميلة كل دي فاهمينها. شيل ال5 أس س حُط 2 وشيل 5 أس س حُط 2 يبقى 2 في 2 ب4. فهمت؟ لأ، عيد من تاني، عيوني. الراجل بيدّيني مُعطى إن 5 أس س بتساوي 2 تمام، فهات لي 25 أس س. قُلت له سهلة، هاخلّي الكل أس س وهاقسّم ال25 دي 5 في 5 وهاوزّع مرّة 5 أس س ومرّة 5 أس س، فكل 5 أس س ب2، كل 5 أس س ب2 يبقى 2 في 2 ب4. دي انسى تعرف تجيبها دي. كان ينفع تخلّي ال25 5 أس 2 أس س يعني 5 أس 2 س، بس أنت هتنسى تجيبها. السؤال اللي بعده بالآلة، بالله عليك حلّها أنت، بالآلة بس في رقم 3 كده زيادة. س أس 3 على ال2 بيساوي 64. هنا بقى ركّز معايا بقى.
في قاعدة عندنا بتقول لك عشان أتخلّص من الأُس باجيب مقلوبه، يعني أنا هاتخلّص من ده هاحط أُس 2 على ال3 أُس 2 على ال3 بس خلّي بالك، باسأل الأصل البسط بتاعك زوجي والّا البسط بتاعك فردي؟ تفرق لو البسط بتاع الأصل زوجي الناتج بيطلع موجب وسالب، لو الأصل فردي بينزل زي ما هو. تاني تسأل على الأصل اللي هو 3 على ال2 هو بسطه فردي والّا زوجي؟ قال لي أنا فردي، قُلت له يبقى السليمة خلاص ده هيروح مع ده يبقى س بتساوي 64 أس 2 على ال3 أدي الآلة الحاسبة هافتح قوس 64 اقفل أس شرطة كسر 2 على 3 طلع معايا ال16 يبقى الإجابة هنا ال16. السؤال اللي بعد كده أيًا مما يأتي لا يساوي الجذر الخامس لس أس 4 طبعًا دي هاحلها س وأقسم 4 على 5 تعالَ نشوف مين مش بيساويه، هنا برضه هيبقى س 4 على 5 هنا س 5 على 4 أكيد مش بيساويها، هنا س 4 على 5 هنا أمّا أقسم خُمس في 4 يدّيني 4 على 5 يبقى مين مش بيساوي ده؟ المحترم ده. 4 س أس 5 بيساوي 128 اقسم هنا على ال4 وهنا على ال4 فبالآلة محتاجين آلة على طول جنبنا 128 على ال4 فيها ال32 عشان أتخلّص من أس 5 هاحط خُمس فهاسأل ال5 قبل ما أختصرها أنتِ فردي والّا زوجي؟ قالت لي فردي يبقى في السليم روحي و32 أس خُمس ب2 يبقى الإجابة 2. طب لو كانت زوجي كنت اخترت موجب وسالب. يالّا يا حاج نخش في الصميم شوية 3 أس س ناقص 1 فإن دالة س زائد 1 يعني إيه؟ يعني بالعربي كده يا معلم بيقول لي سيب ال3 كنا واخدين بريك كده بس رجعنا خُد ال3 شيل السين وحُط س زائد 1 يبقى س زائد 1 ناقص 1 تاني، تاني الحتة دي عشان تفهم. هو بيقول لك عوّض عن السين بس زائد 1 فأنا س زائد 1 ومعايا ناقص 1 فطبعًا هتبقى الواحد هيروح مع الواحد يتبقى 3 أس س فالإجابة هتبقى دي. ركّز أوي في السؤال ده هييجي لنا تاني، تمام؟ السؤال اللي بعده دالة الس بتساوي 5 أس س عايز دالة الاتنين يعني شيل الس وحُط 2 يعني 5 أس 2 في شيل الس وحُط 3 يعني 5 أس 3 وأنا في الضرب باجمع الأسس 2 و3 5 يبقى 5 أس 5 هنا شيل الس وحُط س ناقص 1 يبقى أ س ناقص 1 زائد 1 اللي هي متبقية فالواحد هيروح مع الواحد هيتبقى س أ أس س أ أس س 7 أس س عايز يشيل الس ويحط ص وتاني عايز يشيل الس ويحط س ناقص ص فأنا في الضرب باجمع الأسس يبقى أنا هاسيب 7 واجمع ص زائد س وسالب ص فده هيروح مع ده هيتبقى 7 أس س 7 أس س بُص أنا باحل إزاي وحِل زيي الأسس دي كده عايزة تدريب وحل زي اللي موجود هنا سيب 2 سيب 2 شيل الس وحُط س زائد 2 شيل الس وحُط س ناقص 1 في القسمة باطرح الأسس يبقى هانزّل 2 كبيرة وهاطرح س زائد 2 واللي تحت س ناقص 1 هاطرحهم من بعض هتبقى س زائد 2 ناقص س زائد 1 ضربت السالب جوّه ده راح مع ده 2 أس 3 ب8 طب ما الأحلى شيل الس مع الس صح اطرح 2 ناقص سالب 1 2 ناقص سالب 1 يدّيني 3 2 أس 3 ب8 دخلنا بقى على حاجة عندنا اسمها اللوغاريتمات ودي عايزة تركيز الله يبارك لك عشان لمّا تيجي تحلها في الامتحان وتسمع شرحها الله يبارك لك في شرحها أمّا نشرحها لك الله يبارك لك. له ليه تحت أساس احفظ معايا وهنا ناتج واللي بيبقى مكتوب هنا أس مش فاهم يعني أنا لو عندي 2 أس 3 فأنا عارف إن هي 8 تُكتب لوغاريتم 8 للأساس 2
يعني بيسألك هو ال8 ده لو أنا عايز 2 أس كام ب8 ف2 أس كام؟ هتقول لي أس 3. فأي حاجة مكتوبة فوق باسميها ناتج، وأي حاجة تحت أساس، وهنا أس، وهتسمع الشرح في حصة الشرح أفضل بكتير من المراجعة دلوقتي. فخلّي بالك بالله عليك وأنا باراجع معاك، لازم تكون سامع الشرح الله يبارك لك عشان تبقى مفصّص معايا الأجزاء. طيب الأساس ده إيه؟ قال الأساس ده ينتمي لعيلة الأعداد الحقيقية اللي هي سوري أنا آسف الصحيحة الموجبة ما عدا الواحد. يعني ما ينفعش ولا صفر ولا واحد، من بعد الواحد ينفع. الأساس ده من بعد الواحد، يعني الواحد لأ ولا الصفر. لإن واحد أس كام يدّيني الناتج تساوي. أنا بابدأ من بعد الواحد. اخترعوا اللوغاريتمات محمد بن موسى الخوارزمي قال لك الأساس بتاعنا هنا هيبدأ من بعد الواحد لغاية أمّا نوصل للوغاريتم اسمه لوغاريتم أساسه 10 فيُكتب كالآتي له بس، فاعرف إن ده اسمه اللوغاريتم المعتاد أساسه 10. طب الدرس ده، تعالَ أفهّمك الدرس ده بيتفك إزاي وهتفهمه مع نفسك إزاي. الراجل بيقول لي لوغاريتم س للأساس 2 بتساوي 3 واتعوّد كده إن الس هتلاقيها مترحّلة هناك شوية. فأنت بتاخد الأساس اللي هو 2 عليه الأس اللي هو 3 وتساويه بالناتج، يبقى احفظ معايا أساس أس ناتج تاني أساس أس ناتج تاني أساس أس ناتج، تاخد الأساس عليه الأس وتساويه بالناتج، يبقى الس بتساوي 2 أس 3 ب8 تبقى الس ب8. السؤال اللي بعده له س أس 5 وآدي 2 بيساوي 5 أساس أس ناتج يبقى 2 أس 5 بتساوي س أس 5. يا راجل ده أنت لو مش جاية معاك اللي فوق بيساوي اللي فوق يبقى اللي تحت بيساوي اللي تحت، الس بتساوي 2 ده دنيا زبادي خلاط، هتجيب الجذر الخامس تحط أس خُمس. تاني لوغاريتم س للأساس 3 بيساوي -2 يالّا أساس أس ناتج يبقى 3 أس -2 بتساوي س. بالآلة الحاسبة 3 أس -2 يدّيني تُسع، يبقى الس بتُسع. أساس أس ناتج س للأساس 81 بيساوي 3/4 يالّا يا معلم 81 أس 3/4 بيساوي س. يبقى أنت عايز على الآلة نعتذر، عايز على الآلة ال81 اقفل أس 3/4 طلع معايا بكام؟ ب27 يبقى الس بتساوي 27 آدي ال27 له 3 2 س ناقص 5 بيساوي 1 نفس النغمة يالّا أساس أس ناتج يالّا يا عم أساس أس ناتج أساس أس ناتج يبقى 2 ناقص 5 بيساوي 3 أس 1 ب3 وأدّي ال5 بعكس إشارة موجب 5 2 س بتساوي 8 بالقسمة على الاتنين الس ب4. احفظ ال3 كلمات هتريح دماغك والله أساس أس ناتج أهو بُص له 2 س زائد 1 ومش كاتب حاجة تحت يبقى إذًا 10 وساواها بالصفر غني يالّا أساس أس ناتج أساس أس ناتج يبقى 2 س زائد 1 اللي هو الناتج 10 أس صفر أي حاجة أس صفر ب1 وأدّي ال1 بعكس إشارة يبقى 2 س يساوي صفر على القسمة على الاتنين الس بصفر. له الأساس بتاعه أو اللي فوق أنا آسف الناتج له 3 س وأساسه 2 بيساوي 1 أنت متخيل؟ دي كتابتها الصح بس الكيبورد عمره ما هيكتب اللي أنا كاتبه ده وده سؤال أو ده كتاب وزارة. بص هنعمل إيه يا معلم؟ هنفك أول لوغاريتم ده إزاي؟ 2 أس 1 ب2 بيساوي لوغاريتم 3 س. هنا بص 3 أس 2 بيساوي س 3 أس 2 ب9 تبقى الس ب9 بس أنا ما فهمتهاش قوي. تعالى أفهمها لك أكتر. لوغاريتم 2 وفوقيه لوغاريتم 2 وفوقيه لوغاريتم 2 وفوقيه 2 أس س بيساوي 1 أنت متخيل كام لوغاريتم؟ 3. يلا واحدة واحدة. أساس أس وكل ده ناتج يبقى لوغاريتم 2 لوغاريتم 2 2 أس س 2 أس 1 ب2 اللي بعده أساس أس وكل ده ناتج 2 أس 2 ب4 بيساوي لوغاريتم 2 2 س.
اساس اس ناتج يبقى 2 اس 4 بيساوي 2 اس س. بما ان الاساس بيساوي الاساس، الاس بيساوي الاس، السين بتساوي 4. السؤال اللي بعده، اصحى وصلي على النبي. دخلنا المقياس مع اللوغاريتم. احنا قلنا اساس اس ناتج، يبقى انا هسيب الناتج ده وهيساوي 3 اس سالب 1. 3 اس سالب 1. طيب احنا متعودين مع بعض ازاي نحل المقياس؟ يلا بينا. نقول س اكبر من ويساوي س اصغر من السالب 1. دي هتبقى 1، ان انا اخدت اللي جوه سويته بالصفر، جبت له الدليل بتاعه اسمه الدليل. فطبعا دي تلت، فهتبقى يا اما س ناقص 1 بيساوي تلت، يا اما س بالسالب زائد 1 بيساوي تلت، لان 3 اس سالب 1 تلت. ودي السالب 1 بعكس اشاره موجب 1، يبقى س بتساوي 1 زائد تلت. في ناس بتعرف تجمع من غير آلة حاسبة، بتشيل 1 وتحط 3 على 3، فهتبقى 4 على 3. وهنا سالب س بيساوي تلت ناقص 1، يعني تلت ناقص 1 اللي هي 3 على 3، فهتطلع سالب 2 على 3. طبعا بالاسم على السالب مع السالب يبقى س بتساوي 2 على 3. فهل الأربعة على 3 أكبر من 1؟ أيوه. هل الاتنين على 3 أصغر من 1؟ أيوه. يبقى أنا عايز 4 على 3 و2 على 3. تبقى الإجابة اهي. أساس أس ناتج، يلا. يبقى س أس 2 على 2 س ناقص 3 بيساوي 3 أس 1. اعمل مقص، يبقى س أس 2 بتساوي 3 في 2 ب6 ناقص 3 في 3 ب9. دخل المعلم ده بعكس إشارة وهنعمل عملية تحليل. هتبقى س ناقص 3 وس ناقص 3، يعني بالعربي الس ب3، أو ممكن تحللها على الآلة أرجح، يبقى الس ب3. ركز بقى الله يبارك لك. لوغاريتم 4 وفوق 13 زائد لوغاريتم 2 فوقيها س ناقص 1 بيساوي 2. فحضرتك أساس أس ناتج 4 أس 2، 4 أس 2 ب 16 بيساوي 13 لغاية لوغاريتم 2 س ناقص 1. ودي ال 13 بعكس إشارة، يبقى لوغاريتم 2 س ناقص 1 بيساوي 16 ناقص 13 3. 2 عشان أساس أس ناتج بقى 2 أس 3 ب 8 بيساوي س ناقص 1. ودي الواحد بعكس إشارة موجب 1، يبقى س بتساوي 9. السين هنا ب9. أنا عارف إن أنت بدأت تتوه وبدأت تتعب، لازم تاخد بريك، تفصل، ترجع تتكلم معايا تاني. مستر طب انا بحل، بس انا الدرس ده لسه ما خدتوش في السنتر، او اخدته في السنتر بس انا مش مستوعبه لسه. افهم الاسئله، هي الاسئله ملخصها اساس اس ناتج فوق، فانا باخد الاساس عليه الاس واساويه بالناتج. الموضوع سلس واحده واحده. طيب السؤال اللي بعده، الصوره الاسيه المكافئه لده، يعني مين بيساوي ده؟ يعني بالعربي فك ده، هو ده كلام والله. لوغاريتم 3 27 بتساوي 3، يبقى 3 اس 3 بتساوي 27. الشكل ده انا عايزه. 3 اس 3 بتساوي 27. دي اسمها الصوره الاسيه المكافئه، يعني اللي بتساويها. الصوره اللوغاريتميه اللي بتساويها، يعني ده اكتبه على لوغاريتم، فهكتب لوغاريتم. طبعا انت عارف ان ده اساس هيبقى 3، وهنا ناتج يبقى 1 بيساوي اس 0. فانا عايز الشكل ده، هيبقى ب لو بالاله الحاسبه عشان نخلص. يتكتب ازاي على الاله السؤال ده معلم؟ بتدوسوا اللوغاريتم اللي تاني اللي تحت ده، لان ده اللي اساسه 10 اللي هو مش مكتوب له حاجه. تعمل 0 علامه 0 0 1، يطلع معانا هنا سالب 3، يبقى الاجابه سالب 3. يعني المساله ما فيهاش رموز، حطها على هنا. السؤال اللي جنبه جميل قوي. داله س بتساوي لوغاريتم ا س، بيقول لي يمر بالنقطه 8 و3، فده معناه ان شيل داله السين دي اللي هي الصاد وحط 3، وشيل السين وحط 8، يعني تقرأ كده لوغاريتم أ 8 بيساوي 3. حلها عشان نجيب الألف الأول. أساس أس ناتج، هجيب الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى أ تطلع 2. تبقى المسألة كده يا معلمي، دالة س بتساوي لوغاريتم 2 وفوق س. هو بقى عايز دالة الأربعة، يعني بيقول لي شيل كل س من هنا وحط 4، يبقى دالة الأربعة بتساوي لوغاريتم 2 وفوق 4.
فانا عايز اعرف لوغاريتم 2 4 دي بكام؟ فهنطلع الآلة. لوغاريتم اللي هو العادي بقى بتاعنا تحت 2 وفوق 4 طلع ب 2، يبقى الاجابه في الاخر ب 2. تاني حوار الزوج المرتب ده عشان ما فهمتوش قوي. بيقول لي ان انا عندي ص بتساوي لوغاريتم 4 افتح قوس 1 ناقص أ س، فاداني زوج مرتب اللي هو س وص، فمشكورا هشيل الصاد واحط مكانه سالب نص، واشيل السين اللي فوق دي واحط ربع، فربع في أ بربع أ. فاحنا حافظين ان ده اساس، تعبت لك، وده اس وده ناتج، يبقى 1 ناقص ربع الألف بيساوي 4 أس سالب نص. 4 أس سالب نص، عايز أحلها دي على الآلة. 4 أس سالب نص، 4 أس سالب نص، طلع معايا بنص، يبقى 1 ناقص ربع ألف بيساوي نص. ودي الواحد اللي هو الجنيه بعكس إشارة سالب واحد، يبقى سالب ربع ألف بيساوي نص جنيه ناقص جنيه سالب نص. قلنا ما اقسمش على ده، اضرب في مقلوبه. طبعا هطير السالب مع السالب الاول. عكس الربع 4، عكس الربع 4، فالربع يروح مع الأربعة يتبقى ألف، نص الأربعة 2 يبقى ألف ب2. مستر احنا كنا فاهمين اللي فاتت، لا عيد اللي فاتت وعيد دي واشتغل معانا، وحط لك شويه اسئله حلوه، شغل مخك ما تعصلكش فيها، الله يبارك لك. ده اللي انت جاي عليه داخل عليه يعني انت اخدته، بس دي اسئلته. ما تقفلش بقى نفسك في الفيديو تقول انا كده تعبت، دي مراجعه ايه يا عم؟ دي المراجعه دي هتفيدك قدام وهتفيدك بعد كده وهتفيدك لكتير. اللي بعده بطل كسل، شغل العبيد ده ما بحبوش. لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم 5 ممكن تحطه على الآلة عن طريق ازاي؟ ادي الآلة، وهنقول اللوغاريتم اللي مش تحته حاجه اللي اسمه اللوغاريتم المعاد، ادي لوغاريتم 2 واقفل القوس زائد لوغاريتم 5 واقفل القوس يساوي طلع واحد، الاجابه واحد. تعالى بقى اعلمك ليه طلعت واحد. احنا عندنا خاصيه اسمها خاصيه الجمع، بيقول لك بقى بص الجمع اضرب، بص الهبل، اللوغاريتمات عكس الاسس. الاسس كنت في الضرب بجمع، هنا بقى في الجمع بضرب. فهنا في الجمع هضرب اللي فوق 2 في 5 ب 10. طبعا انا عندي اللي تحت 10 واللي فوق 10، فبسأل لوغاريتم 10 10 بكام؟ بواحد، لان 10 اس كام ب 10 واحد. طب الخاصيه اللي بعدها لوغاريتم 2 بيساوي س ولوغاريتم 3 بيساوي ص. انا عايز لوغاريتم 6، فانا لازم افهم اللوغاريتم 6 ده لو قسمناه هيبقى لوغاريتم ايه زائد لوغاريتم ايه؟ هقول له لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم 3 على اساس ان انا في الجمع بضرب. طب لوغاريتم 2 ده قيمته بس زائد لوغاريتم 3 ده قيمته بصاد، يبقى انت كده بتقول ان الفكره دي س زائد صاد، الاجابه الف. 2 لوغاريتم 6 2 زائد 2 لوغاريتم 3 للاساس 6. في خاصيه في اللوغاريتمات بتقول لك ان اللي بره ينفع يرجع اس، يبقى لوغاريتم 6 ودي 2 اس 2 اهو، ودي لوغاريتم 6 3 اس 2. طبعا الاساس ده شبه الاساس ده، فاخد لوغاريتم 6. في الجمع بضرب 2 اس 2 ب 4 و3 اس 2 ب 9، يعني انا هضرب 4 في 9، 4 في 9 ب 36. وهجيب الآلة اكتب على الآلة لوغاريتم تحت 6 وفوق 36 طلع معايا ب 2، يبقى الإجابة 2. اللي بعده لوغاريتم 2 5 في لوغاريتم 5 2. ايه هي خاصية الضرب؟ قال لي بنقسم يا معلم. لوغاريتم 2 5 يبقى فوق لوغاريتم 5 وتحت لوغاريتم 2، وهنا لوغاريتم 2 وتحت لوغاريتم 5، فده راح مع ده وده راح مع ده، يبقى كله راح مع بعض اتبقى واحد. تعالى الضرب التاني بعد شويه. ضرب تاني اهو، قسم في الضرب، في الضرب بقسم يا باشا. لوغاريتم 2 5 يبقى لوغاريتم 2 لوغاريتم 5 لوغاريتم 5 لوغاريتم 3 لوغاريتم 3 لوغاريتم 2. شيل الاتنين دي مع الاتنين دي، شيل التلاتة دي مع التلاتة دي، كل دول اساتهم 10. شيل الخمسة مع الخمسة
يتبقى 1، مش على طول بتطلع 1، مش على طول بتطلع 1، عشان عارفك إن أنت أوقات بتحب تريح دماغك وتبصمج لي، مش على طول بتطلع 1، ممكن تطلع أي رقم. السؤال اللي بعده، لوغاريتم أساسه 10 س ناقص لوغاريتم 2 أساسه 10 بتساوي لوغاريتم 4. اللي بيفهم كنا في الجمع بنضرب، يبقى في الطرح بنقسم. هنا طرح، يبقى أنا هقسم س على الاتنين بيساوي لوغاريتم 4. ما دام الأساس بيساوي الأساس هنا في اللوغاريتمات، الناتج ده أساويه بالناتج ده، يعني س على الاتنين هيساوي 4. اعمل مقص، يبقى الس بتساوي 2 في 4 ب8، ادي 8. 3 أس س بتساوي 5. دي القاعدة لو مجمع معايا من الأول معناها لو الأساس بيساوي الأساس الأس بيساوي الأس، مفروغ منها. لو الأساس لا يساوي الأساس يبقى الأس لازم نساويه بالصفر لو قد بعض. هنا ولا الأساس بيساوي الأساس ولا الأس بيساوي الأس. قال لك بتاخد لوغاريتم 10 للطرفين، لوغاريتم أساسه 10 للطرفين، وبتطلع الأس ده بره، تقرأ س لوغاريتم 3 بيساوي لوغاريتم 5، ثم بتقسم هنا على اللي جنب السين لوغاريتم 3 لوغاريتم 3، فيبقى السين بتساوي لوغاريتم 5 لوغاريتم 3. نرجع لخاصية من خواص اللوغاريتمات إن أنا أدمجهم مع بعض، هنا 5 وهنا 3. هتفهمها لو ركزت وسمعت الشرح بتاع اللوغاريتمات في الأول. ما سمعتش الشرح اعرف الأسئلة لغاية ما تسمع الشرح، هتسمع الأسئلة دي تفرق معاك جدا 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 جدا. لوغاريتم 5 3 أهي. السؤال اللي بعده، لو ومعانا جا زائد لو ومعانا قطع واحد ومقلوبته. فانا عندي الاثنين اساساتهم شبه بعض، فانا هضرب جا في قطع، جا في قطع يديني 1، فطبعا ده 10 وده 1. فانا عايز اعرف الناتج بتاعه ايه. رحت فاتح الاله وكاتب تحت اللوغاريتم بتاعنا العادي ده، وكتبت 1 فوق وقفلت القوس، طلع صفر، يبقى الاجابه صفر. الفتره دي ملهاش دعوه بيك، هي بتقول لك ان هي زاويه حاده يعني. هنا خاصيه من خواص القسمه دي، عشان اطلعها فوق بقلب، اخلي دي في الف ودي الف ب. تاني بطلع الب فوق وانزل الف ب تحت، اسمها خاصيه القسمه. اللي تحت اما يطلع بيقلب، بيخلي الناتج تحت والاساس فوق. فطبعا هنا الاساسات بقت شبه بعض. في الجمع هضرب الف في ب يديني الف ب، لوغاريتم الف ب على لوغاريتم الف ب يديني 1. نهايات بقى كده خلصنا اللوغاريتمات. بص يا صديقي، او حلينا على اللوغاريتمات كويس. شرح اللوغاريتمات هتلاقي حصه الشرح بتاعتك يا اما في السنتر يا اما في الاونلاين. طب انت لسه ما اتفرجتش عليها او لسه ما نزلتلكش، يبقى المراجعه بتاعت اللوغاريتمات دي مش هتفهم منها. الاسس يمكن تجمعها، اللوغاريتمات لا. طيب مستر، انا عندي مثلا امتحان وعايز اجمعهم، ينفع تجمع منهم بس برضو الشرح هيفرق معاك. طيب النهايات هنشرح لك شويه نهايات كده على السريعه، بنتكلم على القانون وبنتكلم على الملانهايه. القانون هتسمعها، بعدين الملانهايه هشرحها لك انا في جزء تاني، هتلاقينا نازله معاك برضو الاثنين مع بعض، وشويه اسئله حساب مثلثات والدنيا معاك كده كمراجعه سريعه. الله يبارك لك، قسم اللي بنقوله عليك. طيب تعالى النهايات، نهاية س تقول له 1 س أس 6 ناقص 1 س ناقص 1. دي قاعدة القانون اللي هي كانت بتتحل ازاي؟ اللي فوق على اللي تحت في العدد، اللي فوق ناقص اللي تحت. يعني بنعوض فبيطلع معايا صفر على صفر، ثم بعمل كده س أس 6 ناقص 1 ودي س ناقص 1، بتأكد إن دي سوالب. تمام، الأس اللي فوق شبه بعض، طب دي 6 أسلف لده 6، كده كده الواحد يستلف ما بيقولش لا، الواحد بس. وتحت الأسس شبه بعض وبينهم ناقص، فبقول كده اللي فوق على اللي تحت، يعني 6 على 1 في العدد، اللي فوق ناقص اللي تحت، يعني 6 ناقص 1 بالآلة يطلع 6، تبقى الإجابة 6. افهم تاني اللي ما فهمتش. هنا هنعوض يطلع صفر على صفر، ادي س أس 8 ناقص 1 س ناقص 1، ال8 تسلف هنا 8 هنا، عشان يبقى اللي فوق على اللي تحت في العدد، اللي فوق ناقص اللي تحت يطلع 8. مش يا مستر دي اسئله سهله، تقل عيون. اهو عوضنا عن كل س ب2 طلعت صفر على صفر. قلنا هنا س أس 5 وهنا س أس 3 واتأكدنا دي ناقص. عايزهم بقى كلهم يبقوا 2،
ال 32 تبقى 2 وال8 تبقى 2، فما تفكرش. حط هنا 2 وهنا 2، استلف من هنا 5 واستلف من هنا 3، وتعالى نتاكد. تعالى 2 اس 3 ب 8، 2 اس 5 ب 32. يلا نقسم اللي فوق على اللي تحت في العدد اللي فوق ناقص اللي تحت. فطبعا يبقى 2 اس 2 ب 4، 5 في 4 ب 20 على 3، تبقى الاجابه 20 على 3. مستر طب لو موجب جايه بس اهو. مساله جميله ما تنفعش تتحل على الاله، يلي بتقول دلوقتي ينفع احل على الاله، اهي فيها رموز. فهتحلها ازاي؟ اتاكد يا معلم، الاسس شبه بعض فوق والاسس شبه بعض تحت، وهنا في ناقص سينات الف، يبقى اللي فوق على اللي تحت في العدد اللي هو الف، اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى 5 الف اس 4. اسف، 5 الف اس 4 هنا. السؤال اللي بعده، هنا هنعوض يطلع صفر على صفر، وزي ما انت ملاحظ دي موجب. هتعمل ايه؟ قال لي بص يا معلم، سيب س اس 5 سيب س، من عندك حط سالب وبين قوسين العدد ده كام؟ سالب 1. يعني انا كده فكيت الموجب سالب في سالب، تمام. استلف من هنا 5 وهنا ما تستلفش حاجه لان هي 1. كده احنا ظبطنا الشكل بتاعنا. طب انا ايه شرع ضمني؟ تعالى اضرب على الاله سالب، افتح قوس سالب 1 اس 5 اهو. انا عارف ان انت دماغك ايه فسافيسي بالحته دي اهو. سالب افتح قوس سالب 1 اقفل اس 5 يساوي طلع 1، رجعناها 1. وهنا سالب في سالب 1 ب1. غني بقى، اللي فوق على اللي تحت في العدد اللي فوق ناقص اللي تحت، يطلع في الاخر 5. الاجابه 5. بعده المساله متوضبه توضيب باشا، عوض على طول. اللي فوق على اللي تحت في العدد اللي فوق ناقص اللي تحت، سالب في سالب بموجب. طبعا دي هتبقى 4 في 2 أس سالب 3، يعني 4 2 أس سالب 3 1 على 8. 4 في 8 يطلع نص، الإجابة نص بالقلم. مستر الأسئلة دي ممكن أعملها على الآلة اللي هي 2 علامة 0 0 0 1 وأكتب أهو يا باشا أهو. يا سلام أهي، أدي الآلة هريحك أهي. يلا 2 علامة 0 0 0 0 0 1 يساوي شرطة كسر بسم الله س اللي هي ايه ان اس، ما تتخضش من اللي هيطلع، اس سالب 4 انزل تحت ناقص 2 اس سالب 4 انزل تحت خالص. هنا س اس سالب 1 بعده ناقص 2 اس سالب 1 يساوي. طلع معايا هنا معلم 0 علامة 4 9 9. 0 علامة 4 9 9 دي انت لو دوست كده بيطلع لك الاجابات كلها. 0 علامة 4 9 9، اما اقول 0 علامة 4 9 9 تقريب التسعة هنا 5، يبقى 0 علامة 5 من 10 اللي هي مين؟ نص. مستر طب ينفع اجربها على رقم صحيح؟ ما هو دي اسهل، بس انا بجيبها لك على رقم كسر عشان ما تزود. انها س تقول لي كاف، حلوه قوي دي، والمساله جاهزه بتقول لك حلني. فهتقول اللي فوق على اللي تحت 4 في كاف اللي فوق ناقص اللي تحت 3 بتساوي 32. معادله رياضه عايز الكاف. اقسم هنا على الاربعه وهنا على الاربعه، سبحان الله الكاف اس 3 تطلع 8. باخذ الجذر التكعيبي للطرفين الكاف تطلع 2، يبقى الكاف ب 2. اللي بعده نفس الكلام. والله انا 19 حلها انت، انا تعبت لك. السؤال اللي بعده جذر بقى. هتخلص من الجذر ده ازاي؟ ولا كأن يضايقك. اقسم اللي جوه على اللي بره، يبقى السبع ناقص 1 وس ناقص 1، وسلف السبع جنبك. واقسم اللي فوق على اللي تحت، سبع على 1 فيها السبع في العدد اللي هو 1، سبع ناقص 1 كده كده يا ابني 1 أس أي حاجة ب1 في سبع بسبع. اللي بعده نفس الكلام، حاول تقسم لي الاسس الله يبارك لك. الواحد ده الموجب خليها سالب في سالب، وهنا الواحد موجب خليه سالب في سالب. وزع السبعه هنا وزع الخمسه هنا. اللي فوق على اللي تحت في سالب 1، اللي فوق ناقص اللي تحت 7 ناقص 5. طبعا 7 ناقص 5 يبقى 2، والاتنين اس زوجي يضيع السالب. 1 أس 2 ب1 7 على 5 ب7 على 5. زرع المقام بقى.
الحته العلمي اللي قلنا عليها، حضرتك هتسيب 1 زائد ه لكل اس 7 ناقص 1 وتشيل الهي اللي تحت لحظه وتخلي اللي فوق شبه اللي تحت من غير اسس. فطبعا هتسال نفسك انت سؤال، هل كده معناها اللي فوق شبه اللي تحت؟ قال لك اه، لان انا لو ضيعت 1 ناقص 1 هيتبقى اهي، يعني رجعت لاصلها. وطبعا سلف دي عشان تبقى المساله مظبوطه بالاسس اللي فوق شبه بعض واللي تحت شبه بعض. اللي فوق على اللي تحت في العدد اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى 7. الاجابه 7. س تقول لي الف. المساله متظبطه، اقسم يلا. فوق على اللي تحت في العدد اللي فوق ناقص اللي تحت بتساوي 12. 8 على 6 دي يعني 4 على 3، أ أس 2 بتساوي 12. قلنا ما تقسمش على 4 على 3، ما دام كسر اضرب في مقلوبها 3/4. اضرب هنا 3/4. ده راح مع ده، أ أس 2 بتساوي على 4 فيها الواحد على 4 فيها الثلاث، 3 في 3 ب9. بأخذ الجذر للطرفين أ بتساوي 3. يبقى الإجابة موجب وسالب 3. أنا آسف عشان أخدت جذر تربيعي، موجب وسالب 3 صح. هنا س أس م ناقص 243 بتساوي س أس 3 ناقص 27. عايز دي بتساوي كاف، عايز كاف ناقص م. هنا عايزه حد بيفهم؟ لا خالص، عايزه حد بس دماغه نضيفه معايا. 27 3 أس 3 صح. ال 243 3 أس كام؟ هنا حلوه قوي. ال 243 نروح حته السحر دي. ال 243 يبقى اكتب تحت 3 واكتب فوق 243. طلع معايا ب5، يبقى ال 243 3 أس 5. يبقى الميم دي لازم تبقى 5 عشان يبقى المسألة مظبوطة. كده أنا جبت ميم ب5 صح. كمل بقى. 5 على 3 في العدد 5 ناقص 3 2. جميل. يبقى 5 على 3 مضروبة في 9، على 3 فيها الواحد على 3 فيها التلاتة، 3 في 5 ب15، يبقى الكاف ده ب15. هو بقى عايز كاف ناقص ميم، يعني 15 ناقص 5 يديني 10. شوية أسئلة تستاهل أقصى. احنا كان عندنا حاجة اسمها ما لا نهاية، عارفها؟ قال لا يا مستر عارفها. لا نهاية دي يا مستر يعني معناها حاجة ليس لها حدود. لا نهاية دي لو اتضربت في أي رقم موجب أو اتضربت في ما لا نهاية زيها أو اتحط عليها أس 2 أس 3 أس 4 تبدأ زي ما هي ما لا نهاية. ما لا نهاية لا تتأثر طول ما في عدد موجب، طول ما في ما لا نهاية، وطول ما في أس عليها موجب. طب امتى تتأثر؟ لو ضربنا ما لا نهاية في عدد سالب فهيبقى سالب ما لا نهاية. طب ضربنا ما لا نهاية في صفر فأي حاجة بصفر بصفر. طب لو طرحنا بقى ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، في الحالة دي والله دي كمية غير معروفة، أنا ما أعرفش أحلها إزاي لأن دي ما ينفعش. أنا إيش ضمني إن الأول قد التاني ولا عكس؟ هتلخبط فيبقى ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، ما ينفعش. طب لو قسمنا ما لا نهاية على ما لا نهاية برضه والله ما ينفع. يبقى في عملية الطرح والقسم ما تنفعش الما لا نهاية مع بعض. طب يا مستر تعالى كده معايا نمشي واحدة واحدة. أول جملة عندنا إن إحنا بنقول لحضرتك دي نظرية بتاعتك اسمها نظرية ما س تقول لي ما لا نهاية عدد على س ده بتساوي صفر. واحد يسألني ليه حقه، فأقول له تعالى أشرحها لك. صديقي العزيز أما أقول عدد زي مثلا 2 على س في مسألة زي إنها س تقول لي ما لا نهاية، مش أنا أخدت في التفاضل يا ابني إن أنا بعوض مكان كل س بالرقم ده؟ يبقى أنت كده عايز تقسم 2 على ما لا نهاية. وهل يصلح أقسم عدد على ما لا نهاية؟ هل ينفع أوزع 2 جنيه على حاجة ليس لها حدود؟ والله يا مستر ما ينفعش. يبقى في الحالة دي يا باشا الإجابة بتاعتي بتبقى صفر. يبقى تاني لو أنا جيت قلت لك وهتفهمها قوي في المسألة اللي جاية إنها س تقول لي ما لا نهاية، س أس 3 على س أس 4. فركز معايا كده في طريقة الحل الأولانية دي. حضرتك عشان تحل الأول هتختصر س أس 3 على س أس 4. أنا عارف إن في القسمة بطرح الأسس، فشيل 3 من هنا مع 3 من هنا يتبقى 1 على س. في الحالة دي اما اعوض عن السين بما لا نهاية يبقى 1 على ما لا نهاية يديني ايه؟ يديني صفر. في الأحرى بقى احنا هناخدها نظرية ونحلها في أسرع وقت، اللي هي بقى ايه بقى يا معلم النظرية بتاعتي اللي هقولها لك دلوقتي. لو اللي تحت كبير يبقى الناتج صفر. لو اللي تحت كبير يعني الأس بتاعه كبير، لو اللي تحت كبير يبقى الناتج صفر. طب مستر معلش دي تمشي على أي حاجة؟ تمشي ازاي على أي حاجة؟ تعالى يا معلم نظرية عاملينها بنقول لك ملحوظة بتاع ملخص. لو اللي فوق كبير يبقى الناتج ما لا نهايه، وهقول لك امتى موجب امتى سالب. لو اللي تحت كبير يبقى الناتج صفر، لسه شارحها.
طب لو اللي فوق قد اللي تحت يتبقى المعامل. لا، اشرح بالراحه. لو يا صديقي العزيز نهى س تقول لما لا نهايه، واللي فوق س اس 4 على س اس 3، وانت مغمض، دي ناتجها ما لا نهايه. ليه؟ لان اللي فوق كبير، واحنا طول ما اللي فوق كبير يبقى الناتج ما لا نهايه. طب ليه؟ كشرح بقى بدل الاختصار. س اس 4 على س اس 3، وانا بقسم هطرح الاسس يبقى 4 اشيل منها 3 1. فالسين دي المفروض اشيلها واحط ما لا نهايه، هعوض يبقى الناتج ما لا نهايه. تاني يا استاذ، تاني يا استاذ، لو انا جيت قلت لحضرتك نهى س تقول لي ما لا نهايه، والمساله اللي فوق 2 س اس 5 على س اس 2، فحضرتك في الحل ده عايز حله بما يرضي الله على السريع ولا حل سريع؟ لا يا مستر اشرح. تعالى الشرح. هتسيب الاثنين وتختصر س اس 5 على س اس 2 يتبقى س اس 3. مستر قال لك اما تيجي تعوض بما لا نهايه، الما لا نهايه هتبقى 2 ما لا نهايه اس 3. الما لا نهايه لا تتاثر طول ما العدد ده موجب والاس ده موجب، يعني الناتج ما لا نهايه. يبقى ده مصدع نفسي في خطوه الا خطوه، في كلمه الا كلمه. طول ما الكبير فوق يبقى الناتج ما لا نهايه، طول ما الكبير تحت يبقى الناتج صفر، طول ما اللي فوق قد اللي تحت يتبقى معامل على معامل. فانت نسبيا ممكن ما تكونش فاهم، فاحنا نخش نحل الاسئله بالراحه. سؤال زي ده لطيف ظريف جميل حلو، وحله سهل قوي والدنيا فيه تمام. دلوقتي يا صاحبي الراجل بيقول لك عوض مكان كل س بما لا نهايه. قلت له بالراحه، دي 1 على ما لا نهايه زائد 2، اديني عدد. مش احنا قلنا اي عدد اتقسم على ما لا نهايه يبقى صفر؟ مستر. يبقى صفر زائد 2 كام؟ 2 يا استاذ. الله، سهله اهي اهو. ممكن احلها بالاله؟ ليها طريقه بالاله. طب ما تقولها. لا، اصبر شويه تاني. مستر نهى س تقول لي ما لا نهايه، يلا سيب الثلاثه ناقص عدد على س اس 2، يعني عدد على ما لا نهايه اس 2، يعني عدد على ما لا نهايه. احنا قلنا ابوس ايدك اي عدد على ما لا نهايه يديني كام؟ صفر. يبقى 3 ناقص صفر كام؟ 3. الله، طب ما الدنيا بيسه اهي وسهله، امال انت معقدها ليه؟ لا استنى، خد درجه درجه. احنا عندنا يجي 3 اشكال كده ولا حاجه مع بعض. اهدى كده، اهدى يا قلبي، اهدى واستنى. السؤال اللي بعده، نهى س تقول لي ما لا نهايه. هنا يا معلم 12 على 1 على س وس زائد 7. تعالى بالراحه، تعالى بالراحه كده مع اخوك. ال 12 دي هعوض انا 1 على ما لا نهايه، وهنا ما لا نهايه زائد 7. مستار اي عدد على ما لا نهايه يديني صفر. حلو حلو حلو. وما لا نهايه زائد اي حاجه بما لا نهايه، صح. 12 اس صفر بواحد، يعني المهم عدد، يعني البسط بعدد. عدد ما لا نهايه يديني برضو كام؟ صفر. الله، يعني انا بشيل كل سين واحط ما لا نهايه والمسائل تخلص كده تعويض مباشر؟ في هنا خلص التعويض مباشر. الفكره الاولى خلص التعويض مباشر. ده في افكار ثانيه؟ طبعا. طب خلينا في الفكره الاولى تاني. نهى س تقول لي ما لا نهايه، مستار هعوض. انا عايز افهم الما لا نهايه اس 3 بما لا نهايه، ماشي، زائد ما لا نهايه اس 2 في 2 بما لا نهايه ناقص 3. لو انا عندي عقل، ما لا نهايه تتجمع على ما لا نهايه بما لا نهايه، مهما اطرح منها تبقى ما لا نهايه. طب ما الاسئله لذيذه ايه؟ امال انا حاسس ان الموضوع غلس ليه؟ لا يا باشا، الموضوع مش غلس. ركز كده وافتح المذكره بتاعتك معايا وراجع معايا الاجابات بتاعتك، هتلاقي الدنيا معاك بيس والدنيا معاك تمام وانت شاطر. حلو، خلاص ثبتنا الدنيا تمام. تعالى لي بقى نزاولك شويه. نهى س تقول لي ما لا نهايه، عوض. هنعوض الاول. جذر ما لا نهايه اس 2 بما لا نهايه زائد 5 في ما لا نهايه ما لا نهايه زائد 7، الخلاصه ان دي ما لا نهايه زائد ما لا نهايه. طب جذر الما لا نهايه، ما لا نهايه، ما هو الجذر ما بيتاثرش، بس الما لا نهايه ما تاثرش الا لو اتضربت في عدد سالب او اتضربت في صفر. ما لا نهايه زائد ما لا نهايه يديني ما لا نهايه. الله، طب ما الدنيا تمام اهو. السؤال اللي بعده، ركز عشان السؤال اللي بعده فيه تريكيه حلوه حلوه، هتعجبك والله. 4 س اس 2 ناقص 5 س اس 3 زائد 13. 4 في ما لا نهايه اس 2 بما لا نهايه، لغايه هنا احنا معاك بيس، ناقص ما لا نهايه اس 3 في 5 يبقى سالب ما لا نهايه زائد 13. فكك من ال 13 خالص. ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه ينفع؟ قال لي لا، احنا من دقيقتين قلنا الكميه دي غير معروفه. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ قال لي اقول لك بقى. تتفضل مشكورا يا نجم وتيجي هنا وتطلع ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. خلي بالك اللي فاتت ما كانتش ما لا نهايه ناقص، ده كله كان موجب. طيب تعمل ايه يا نجم؟ تاخد اكبر اس ده عامل مشترك،
ده في حاله ان ما يكونش في مقام، حاله ان ما يكونش في مقام ماشي. يعني في حاله المساله دي باخد اكبر اس عامل مشترك اللي هي س اس 3. حلو قوي، افتح قوس بقى يلا نقسم. 4 س اس 2 على س اس 3 على جنب كده. 4 س اس 2 على س اس 3. هنزل الاربعه ويتبقى تحت س ناقص 5 س اس 3 على 5 س اس 3 تتبقى 5 زائد 13 على س اس 3 فيها ال 13 على س اس 3. يلا بقى طبق النظريه اللي احنا اخدناها. سيب الس اس 3 بره. بسم الله. الكبير تحت. مين قال لي ان السين اكبر من الاربعه؟ احكي لك. احنا اي عدد عندنا كبير بيبقى جنبه س اس صفر. س اس صفر. س اس صفر. فهنا السين اكبر من دي يبقى الاجابه دي صفر. صفر بتروح مع العدد او ممكن اقول لك بطريقه ثانيه. اول حصه قلتها، قلت لك لو عدد على س يعني عدد على ما لا نهايه تبقى صفر. حصل. قلت لي انت الجمله دي. يلا عدد على س يبقى صفر. يتبقى كام؟ -5. حلو قوي. السين هعوض عليها بما لا نهايه. فما لا نهايه اس 3 بما لا نهايه في -5 تطلع الاجابه سالب ما لا نهايه. حلو السؤال ده، ارجع اعمل له باك وعيده تاني. انا ليه عملت التعويض ما نفعش؟ عشان طلعت ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. يبقى انا في حالتين التعويض مش هينفع. ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، وما لا نهايه على ما لا نهايه. هيزعلوك وركز وخليك شاطر. ماشي. السؤال اللي جاي بقى، بص هو جاي جاهز، مقسوم جاهز والدنيا بيس. حضرتك بدل ما تعوض وتراضي نفسك ويطلع ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، صدقني. فبص الكبير تحت صفر، ادي كده صفر، ناقص الكبير تحت صفر زائد 2 هيبقى الاجابه 2. ايه ده؟ خلصت؟ والله العظيم ده جايه جاهزه، مش هتلاقيها جاهزه بعد كده. طب حلو قوي. يلا بينا ناخد اسئله. السؤال الجميل ده بيقول لي لو اللي فوق اكبر من اللي تحت، اللي عليك اعمل باك بسرعه 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 للنظريه بتاعتنا. لو الكبير فوق يبقى ما لا نهايه، طبعا يا موجب يا سالب على حسب العدد اللي قدامك. لو الكبير تحت يبقى صفر. ارجع 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 يلا بينا. هنا بيقول لي ان الالف اكبر من الب، يعني نفرض ان فوق مثلا رقم كبير وتحت رقم صغير، فكبير على صغير يديني ايه؟ هقول له ما لا نهايه. كده دي الاجابه. دي في حالتها بيقول لي الف اكبر من ب. طب لو قال لي الف اصغر من ب، يعني اللي فوق اصغر من اللي تحت، يبقى الناتج صفر. طب لو الاثنين قد بعض هيروح مع بعض يتفاضل العدد زي ما هشرح لك دلوقتي. ماشي. انا معاك ورقه وقلم فاتح مذكرتي معايا. ايوه. وبحل سؤال بسؤال. ده انا شاطر. لما انا قاعد على الله حكايتي بخ 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 بخ. خلي بالك الصراحه التسعه ده جميل. بيقول لي نهى س تقول لي ما لا نهايه، س اس ن بيساوي صفر. قلت له تمام. قال لي اذا كان ن دي تساوي تنتمي لايه؟ يعني انا ن دي تبقى ايه عشان يبقى الناتج صفر؟ قلت له استنى، لازم اللي فوق ولا اللي تحت الكبير؟ قال لي اللي تحت الكبير. يعني لازم السين اس ن دي تنزل تحت، يعني تبقى عدد على س اس ن. النون دي لو نزلت تحت تبقى سالب ن. اذا النون دي لازم تكون مش عدد موجب، لازم تكون عدد ايه؟ سالب. يبقى العدد السالب ده عدد طبيعي اللي هي 0 1 2 3 4، ولا حقيقي موجب يعني عدد موجب بس، ولا صحيح موجب وسالب، ولا حقيقي سالب؟ قال لك حقيقي سالب. جميل. عيدوا تاني السؤال ده. حاضر. استاذ الغالي الراجل بيقول لك انا دلوقتي عايز ناتج المساله دي يبقى في الاخر صفر. قلت له يبقى انا هحاول اخلي الكبير تحت. ما انا لو الكبير تحت يبقى ناتجه صفر. ارجع باك لاول 5 دقائق قلنا. فعشان يبقى الكبير تحت يبقى لازم السين دي تنزل تحت، وعشان انزلها تحت ويكون فوق عدد لازم الاس يتغير اشارته يبقى سالب. اذا لازم يكون رقم سالب، فما قداميش رقم سالب غير مين؟ حائط سالب. السؤال اللي بعد كده بقى، تعالى بقى يا معلم هنخش بقى على لب الموضوع. بالظبط 3 افكار. فكره عاديه، فكره جذر، فكره غير مباشره. الدرس خلص. كلام جد؟ يلا بينا. يلا بينا. السؤال هنا انا هحله بطريقتين. ماشي يا استاذ. انا بحب الطريقه الثانيه، انت بتحب الطريقه الاولى، حاجه ترجع لك. الطريقه الاولى يا باشا، هتعوض طبعا مكان السين بما لا نهايه عادي خالص. 2 في ما لا نهايه ناقص 5 ما لا نهايه، 3 في ما لا نهايه ناقص 7 ما لا نهايه. فالاجابه ما لا نهايه على ما لا نهايه زيها زي ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. ما ينفعش، لازم احل. تمام. فالمفروض ان انت تعمل خطوتين: خطوه تمهيد، خطوه اسمه، خطوه ناتج. الطريقه بتاعتي خطوه عركه، خطوه ناتج. يبقى طريقتي اختصر شويه. طب تمشي. طب خليها في الخطوه بتاعتك. هتعمل ايه هنا يا استاذي؟ قال لي بص صح، هعمل حاجه صغيره قوي. هتنزل لي المساله
2 س ناقص جنب الخمسة س أس صفر، يبقى أي عدد جنبه س أس صفر، وتحت 3 س ناقص 7 س أس صفر. كده أول حاجة أنت مهدت. بتسأل بقى يا معلم هنا بقى، مين أكبر أس في المقام؟ يعني إيه يا مستر؟ يعني السين أكبر ولا السين أس صفر؟ لا السين. اقسم هنا على س وهنا على س، اقسم هنا على س وهنا على س. ماشي. تعالى بقى، احنا قلنا لو الكبير فوق يبقى ما لا نهاية، لو الكبير تحت يبقى الناتج صفر. تاني، الكبير تحت صفر، الكبير تحت صفر. ما هو السين اكبر من س اس صفر، مالكش دعوه بالعدد. طب اما ده صفر بيضيع العدد. بص يا معلم بقى، ده قد ده يروحوا مع بعض يتبقى 2، ده قد ده يروحوا مع بعض يتبقى 3، يبقى الناتج طلع كام على كام؟ 2 على 3. دي كده الطريقه الاولى. قولها تاني الطريقه الاولى، في طريقه تاني مش هقولها دلوقتي. الطريقه الاولى تاني. حضرتك يا مستر عندك المساله دي هنحلها بطريقتين، خليها في الطريقه الاولى الاول. ادي 2 س اس 2 زائد الواحد س اس صفر، ادي س اس 2 زائد الواحد س اس صفر. كده انت مهيت. يلا نقسم على اكبر اس في المقام، ولا اكبر اس في المقام مين؟ س اس 2. ما هو س اس 2 اكبر من س اس صفر. يلا اخر خطوه بقى ايه بقى؟ يلا بينا. لو الكبير تحت يبقى الناتج صفر، الكبير تحت، الكبير تحت، ده راح مع ده يتبقى 2، ده راح مع ده يتبقى 1، يبقى 2 على 1 فيها كام؟ 2. في طريقه ثانيه او ربنا بس الصبر. ماشي. يلا بينا اللي بعد. استاذ الغالي، المساله دي يلا بينا هدي اعصابك. ها، مهل س اس 3 زائد 4 س ناقص س اس صفر، عشان ده واحد. 6 س ناقص 5 س اس 2. اقسم على اكبر اس في المقام، فالمقام هيبقى س اس 2 س اس 2 س اس 2 س اس 2 س اس 2. بسم الله. لو الكبير فوق يبقى الناتج ما لا نهايه، لو الكبير تحت يبقى الناتج بردد كل شويه يا ابني عشان ما انساهاش. الكبير فوق يبقى ما لا نهايه، الكبير تحت، الكبير تحت، الكبير تحت، كل ده راح بقى صفر. هنا بقى س اس 2 مع س اس 2 اتبقت سالب 5، ما لا نهايه على عدد سالب يديني سالب ما لا نهايه. مستر كويس الطريقه دي، بس انا عايز اسمع طريقتك برضه، مش هديها لك دلوقتي، كمان مره اخر سؤال وبعدين اقول لك طريقتي. يلا بينا، عندنا طريقتين للحل، يا رب تفهموا الطريقه الاولى، تقريبا الناس كلها فهمتها. هنعوض هيطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه، يبقى مهد 8 س 4 زائد 9 س ناقص 4 س اس صفر على 5 س زائد 6 س تكعيب. اقسم على اكبر اس في المقام. ايه اكبر اس في المقام؟ س اس 3 س تكعيب س تكعيب س تكعيب س تكعيب س تكعيب. سموا الله يلا. الكبير فوق يبقى الناتج ما لا نهايه، الكبير تحت، الكبير تحت، الكبير تحت، يبقى الناتج صفر. اخونا ده راح مع اخونا ده يتبقى 6، ما لا نهايه على السته فيها مين؟ فيها الما لا نهايه. انا حسيت ان انت في ناس لسه بعد ما سمعت الثلاث جمل ما فهمتش المعلومه، فنعمل لها طريقه تجيب بيها المعلومه، يا دي يا دي. اخويا فهمت دي؟ الله يبارك لك، انت تمام بيس، خلصنا كده الفكره الاولانيه. فهمتش دي؟ نزعل مع بعض نفهم الطريقه الثانيه، فهمتش الطريقه الثانيه يبقى انت دمج. الطريقه الثانيه بقى يعني خلاص خلاص، انت بتخش تتحرك تسال المعلم مين كبيرك؟ كبيرك اللي هو 2 س ناقص 5 س اس صفر. في الدرجات، في الدرجات السين ولا العدد مش مهندسين؟ السين. فبقول لك كده مين كبيرك؟ هيقول لي 2 س. تيجي تحت مين كبيرك؟ يقول لك 3 س. قول له شيل ده من ده يرتاح ده. اتفضيت؟ روح المعلم ده اساله مين كبيرك؟ س اس 2 ولا بالحد المطلق؟ هيقول لي س اس 2، نزله بعدها. تحت مين كبيرك؟ س اس 2. شيل ده من ده يتبقى 2. فاهم بجد؟ اهو كده. لا تاني. مين كبيرك فوق؟ قال لي والله س اس 3. قلت له مين كبيرك تحت؟ قال لي سالب 5 س اس 2. تعال نختصر. هتقول لي سهل، هسيب السالب 5 س اس 3 على س اس 2 يتبقى س. س دي اللي هي مين؟ اللي هي ما لا نهايه، ما لا نهايه على عدد سالب يبقى سالب ما لا نهايه. لا انت كروتني هنا يا ريس، اشرحها لي بالراحه تاني. عينيا. دخلت على السؤال يا صديقي العزيز، قلت له فوق مين كبيرك؟ يعني اكبر اس عندك. قال لي س اس 3. تعالى انت وعيالك، يعني المعامل بتاعه.
تحت مين كبيرك؟ قال لي سالب 5 س أس 2. قلت له تعالى. فجيت يا معلم اختصر، فلقيت تحت عدد سبته وقلت كبير على صغير. فكبير على صغير دي يعني يا مستر يعني س أس 3 على س أس 2. س أس 3 على س أس 2 اتبقت س اللي هي ما لا نهايه. ما لا نهايه على عدد سالب يبقى السالب ما لا نهايه. اخر سؤال. ولا مين كبيرك فوق؟ 8 س 4. مين كبيرك تحت؟ 6 س 3. الاعداد يا عم هنسيبها والله ما هتزعلني. ادي 8 وادي 6 يعني. بس س أس 4 على س أس 3 يتبقى فوق س اللي فوق اللي هي مين يا جماعه؟ ما لا نهايه. فاي عدد في ما لا نهايه على عدد يديني برضو كام؟ ما لا نهايه طول ما العدد مش ثابت. او لو قلت الكبير فوق والصغير يعني الكبير فوق يبقى ما لا نهايه. هي مستر ده بدل الخطوات دي يعني بينجز عشان اوصل الاختيارات عندك بس. تمام. حلو، يا رب يعجبك طريقه بالطريقتين. يلا السؤال ده هنعملها بالطريقه الاولانيه خالص يا رب تفهمها. اسمها 3 س أس 2 ناقص 5 س على 2 س أس 3 ناقص 6 س أس 2 زائد 4 س ناقص س. هنقسم طبعا س دي أس صفر لا مؤاخذة س أس صفر اللي هي 1. هنقسم كله على أكبر أس في المقام س 3 س 3 س 3 س 3 س 3 س 3. ده راح مع ده اتبقى 2 صفر صفر عشان الكبير تحت يبقى البسط صفر. صفر 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 خلاص صفر على 2 فيها كام؟ صفر. بالاخر طبعا لو عايزين تعملوها بقى بالطريقه اللي بتاعتنا اعملها انت بقى ماليش دعوه بيك بقى يا معلم انت راجل برنس خلاص يعني. الخطوه الثانيه او الفكره الثانيه لو جالي جذر، الجذر ده يا باشا عامل زي الغطا. كل مساله تتغطى لوحدها بجذر تتعامل معامله لوحدها. يعني حضرتك بتيجي نايم بيجي في البيت انت نايم بغطا واخوك نايم بغطا كل واحد براحته يا باشا. فاهم؟ ما بلاش غطا واحد. لا يا عم كل واحد بغطا فانت بتتعامل لوحدك وانت عامل لوحدك. دي فكره حلوه وافهمك جت منين. هي طريقتها بتبقى في الشرح غلسه شويه بس انا اديها لك بطريقه سلسه يا رب تفهمها. طريقه عاديه خالص عاديه خالص اي طالب عادي يسمع الجمله دي الجمله دي الجمله دي الجمله دي ها. طبعا بعد التعويض ويطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه. الطريقه العاديه خالص يقول لك ايه؟ الجذر الخامس لس اس 5 زائد س اس 3 على الجذر السابع لس اس 7 ناقص س اس 2. وفي حضرتك بتسال المقام ايه اكبر اس عندك فهيقول لي س اس 7. فهتقسم هنا على س اس 7 وهنا على س اس 7. فالمفروض ان ده اسمه الجذر السابع لس اس 7. فالجذر السابع لس اس 7 تطلع س. انا مش فاهم حاجه عن طريقه سلسه. السين دي بقى عايزه تخش تحت الجذر الخامس تبقى س اس 5. مش فاهم حاجه خالص. انا قلت لك افهم مش بقول لك اسمع الطريقه العاديه دي مش هتفهمها. خلينا واصلين لغايه هنا ونكمل. تعالى نكمل. وانا بكمل يا باشا لقيت ايه بقى يا باشا؟ تعالى كده معايا. س اس 5 راحت مع س اس 5 اتفضل واحد. واحد جذرها الخامس واحد. وده صفر عشان الكبير تحت وده صفر عشان الكبير تحت. س اس 7 راح مع س اس 7 اتبقى واحد. الجذر السابع واحد فواحد على واحد فيها الواحد. اهي لو فهمت حاجه اهي. تعالى الطريقه الثانيه واريح واخف ومن غير وجع دماغ. حضرتك الجذر اللي فوق ده يا فندم هو الجذر الخامس لس اس 5 زائد س اس 3. انا هاخد الكبير فيهم بس ماشي. وهنا الجذر السابع لس اس 7 ناقص س اس 2 هاخد الكبير فيهم. كل مساله متغطيه بجذر اعملها كل واحده لوحدها. يعني ايه يا مستر؟ يعني اسال المساله اللي تحت اللي متغطيه بجذر دي مين اكبر اس عندك فهتقول لك س اس 7. سيبها ما تبصلهاش تطلع فوق مين اكبر اس عندك هيقول لك س اس 5. يبقى انت هتعمل كل واحده ايه لوحدها كل واحده ايه لوحدها. تعالى بقى يا معلم. طبعا ده صفر وده صفر ان هم اقل. س اس 5 راحت مع س اس 5 يتبقى واحد. فهنا فاضل الجذر الخامس للواحد. اي جذر للواحد بواحد. وهنا س اس 7 مع س اس 7 اتفضل جذر السبعه واحد. واحد على واحد فيها الواحد. في ناس ما فهمتش قوي بقول لها عادي. خد المساله الثانيه وتفهم الاولى. الجذر على البسط والمقام. طب ممكن بعد اذنك نقسمها. يعني ايه نقسمها؟ خليه على البسط لوحده وخليه على المقام لوحده. تعالى معايا كده الله يبارك لك نقسم. مستر دي 3 زائد 2 س وده 4 س ناقص 1. عامل كل واحد لوحده. كل هدوء اعصاب الله يبارك لك كل واحد لوحده. اقسم تحت على س انا خلاص بقى فهمتك. واقسم فوق على س. سبحان الله. فده صفر وده صفر. س مع س راحت بقى جذر 2 وس مع س راحت اتبقى جذر الاربعه. طبعا الناس اللي بتفهم رياضه
جذر الاتنين ملهاش جذر، وجذر الاربعه 2. فواحد يقول لي طب انا عندي حل اخر، هقول له ايه الحل الاخر؟ قال لي هعمل زي ما انت قلت، اقسم كل واحد لوحده بس. مين كبير اللي فوق 2 س، مين كبير اللي تحت 4 س. هعمل ده لوحده اقسمه على س لان ده اكبر اس عنده، وعامل اللي فوق لوحده اقسمه على السين عشان اكبر اس، فطلعت دي مع دي جذر الاثنين، دي مع دي جذر الاربعه. طبعا جذر الاثنين بالاله هو جذر 2 وجذر الاربعه 2 نفس الاجابه. الله يبارك لك. طب ما الموضوع سهل اهو، امال انت مغلسه عليا ليه؟ والله مغلسه، ده ممكن تعمله كمان بالاله وعندك طريقه فيديو الاله عندك، بس انا مش حابب اتعاملك على الاله، حابك تفهم الفكره عشان لما نخش على فكره الاسئله اللي هي ما تعملش على الاله فانت فاهم الدنيا. ماشي يا استاذ، الدنيا بيس انا معاك واحده واحده. يلا المساله دي، ها صديقي العزيز، مين كبير اللي تحت؟ س. مين كبير اللي فوق؟ 9 س اس 2. ما دام في جذر على حد فيهم عامل كل واحد لوحده، هتعامل ده تقسمه على السين وتعامل ده تقسمه على السين اس 2. طيب س اس 2 مع س اس 2 اتبقى جذر التسعه، جذر التسعه اللي اعرفه 3، وس مع س راحت يتبقى 1، 3 على 1 فيها 3. الاجابه خلصت. مستر هي الاسئله سهله ولا انت اللي مسهلها؟ لا هي الاسئله سهله، انت اللي معقدها. معقدها ليه يا باشا؟ انت راجل برنس. يلا بينا صديقي العزيز، نهى س تقول لي ما لا نهائي. مين كبير اللي فوق؟ س اس 3. مين كبير اللي تحت؟ مقياس س اس 3. ما فرقتش حاجه والله العظيم. اقسم تحت على اكبر اس هيبقى س اس 3، واقسم فوق على اكبر اس يبقى س اس 3. ده راح مع ده يتبقى 1، ده راح مع ده يتبقى 1، يبقى الاجابه تطلع 1. صعب عليك؟ هات السؤال اللي بعده. هنا بقى سؤال ممكن تغلس فيه شويه. واحد يقول لك يا مستر انا عندي طريقه، انا هختصر الاول معاك. واحد تاني يقول لي انا عندي طريقه تانيه. يا عم والله انا معاك. الطريقه الاولى يقول لك انا هختصر، هضرب كل حاجه في نفسها، بس خلي بالك هي متعبه شويه بس ماشي انا في ظهرك. س اس 2 في 5 س ب 5 س اس 3. س اس 2 في سالب 1 بسالب س اس 2 ماشي. وهنا الاول في كله س في س اس 2 بس اس 3، وس في 1 بس سالب 1 في س اس 2 بسالب س تربيع، سالب 1 في 1 بسالب 1. ثم بعد ما ضربت مين كبير اللي فوق؟ س اس 3. مين كبير اللي تحت؟ 5 س اس 3. شيل س اس 3 مع س اس 3 تبقى 1 على 5 يعني خبز. معقوله وكويسه ولذيذه، بس انا عندي راي وراي ينجز. مساله ما تجي لك كده يا باشا، عامل كل قوس ان هو منفرد عن نفسه برضه. تتكلم بجد؟ طب نشتري يمكن الدنيا معاك بيس، كل حاجه منفرده عن نفسها. تعالى ازاي؟ اقسم ده على س تربيع، تخش جوه تقسم ده على س، تقسم ده على س اكبر اس عندك، واقسم ده على س تربيع، يبقى كل قوس لوحده، كل حاجه لوحدها. فانا لقيت س على س فيها الواحد، وده صفر، في ده صفر، ده صفر، وده واحد لان قد بعض، وده واحد في، وده 5، يبقى يطلع 1 في 1 بواحد، 1 في 5 ب5. الله، طب ما يتحلل ده، انا كنت ممكن اخاف. انا شايف دي الاصح، دي صح، بس اللي هو ايه، هروبا من ان انا اضرب واوجع دماغي. دي ماشيه حلوه حلاوه. طب نيجي نعملها تاني. يلا هنا بقى سبحان الله، انه خطوه تنفع اللي هي الثانيه الاولى ما تجيش. مين يقدر يضرب ده في ده وهي الاقواس مش زي بعض؟ فاهم؟ أو ما اعملهاش. هتفك قوس اس 2 هتفك قوس 3 هتفك قوس اس 7. بس خلاص، قسمها حتت. قسم حتت يعني انت مختله بذاتك. يعني ايه مختله بذاتك؟ يعني هقسم هنا على س اس 3 وهنا على س اس 3. هنا هقسم على س اس 2 على س اس 2. هنا هقسم على س اس 5 هنا على س. هتلاقي في الاخر نفس الفكره بتاعتك عادي، بيس مش هتزعلك خالص. طيب دي راحت مع دي اتبقت 3، بس الثلاثه دي اس 2 تاني، اتبقى 3 بس الثلاثه بره اس 2، ودي صفر. في ده راح مع ده اتبقى 1 بس 1 اس 3، وده صفر. انجز الاصفار دي، يعني انجز الاصفار دي. وهنا س مع س اتبقى 1 اس 7، في ودي مع دي اتبقت 1. طبعا انت لو جيت عملتها على الاله 3 اس 2 ب9 في الوحايد دي كلها يبقى 9، يعني الاجابه 9. الدنيا بيس ايه؟ امال ليه معقدها انا على نفسي؟ انت بس تحب بس ايه، تحس نفسك ان انت ايه يعني ابيض يا ورد، بما انك انت نضيف ودماغك نضيف وتنفع في علم الرياضه، ثم بس عشان ايه؟ انت خايف من الرياضه في ثانيه. طبعا الرياضه الثانيه اولى لا تمت بالرياضه الثالثه في فصلها، بس انت بس قلقان منها بس.
صلى على رسول الله. السؤال اللي بعده، رجعنا للجذر تاني ولا تخاف؟ يعني نرجع الجذر تاني. يا جذر مين كبيرك؟ قال لي 8 س تكعيب. تحت مين كبيرك؟ قال لي 3 س. هعمل كل واحد لوحده عشان ده جذر. اقسم هنا على س وهنا على س اس 3. طيب س تكعيب راحت مع س تكعيب. الجذر التكعيبي لل8 بالآلة كام؟ مين؟ طيب هنا السين راحت مع السين، اللي تحت اتبقى كام؟ 3. فبقى الناتج اتفضل كام على كام؟ 2 على 3. السؤال اللي بعده، من اول هنا بقى اسئله حلوه لذيذه ظريفه جميله، ما ينفعش معاها آلة ولا ينفع معاها فهلوه، ينفع معاها تركيز وفهم. ولو انت بقى فاهم اللي احنا فيديو بنقولنا تنجز الدنيا معايا. تعالى يا معلم، صلى على رسول الله. صحابي بيقول لي ان ميم تنتمي لحرف، يعني ميم اللي انت هتجيبها دي اعداد حقيقيه، موجب سالب صفر مش فارقه. تمام، ده ناتجه في الاخر عدد، وانا عشان الناتج يبقى عدد يا باشا ولا منه صفر ولا منه ما لا نهايه، يبقى لازم الاس اللي فوق يكون قد الاس اللي تحت. حصل. انا هسال مين كبير اللي فوق، وهنا بقى تنفع طريقتي بقى اللي بتجيب من الاخر، مين كبير اللي فوق ومين كبير اللي تحت واسويها بالاثنين. فده هيروح مع ده، اختصار يتبقى م زائد 2 على 2 م بيساوي 2. علميا انا هنا هعمل ايه؟ هنا هعمل مقص. فلما اجي اعمل مقص يا مستر هعمل ايه؟ بص يا سيدي، 2 في 2 م ب 4 م يساوي، ضربت 2 في 2 م بيساوي بقى يا معلم م زائد 2. ودي الميمايه دي بعكس اشاره، يبقى 4 م ناقص م بتساوي 2. 4 م ناقص م 3 م بتساوي 2. يبقى الميم الواحده 2 على 3، قسمت على 3 على 3. مستر معلش انا اسف، عايزك تعيدها تاني، انا حبيت نقص ان انا اخمر السن عشان اعيد تاني. باشا انت هتسال مين الكبير فوق، هيقول لي م زائد 2 اس 3، ومين الكبير تحت 2 م اس 3، وتساويها بالاثنين وتضيع ده مع ده. تمام، ثم قال لي هيتبقى لك م زائد 2 على 2 م بيساوي 2. انت بتلعب بالقلمه؟ انا بزاولك بس. اعمل مقص، 2 في 2 م ب 4 م بتساوي م زائد 2. ودي الميم بعكس اشاره، 4 م شيل منها م بتساوي 2، 3 م شيل منها 2، يبقى الميم 2 على 3، يعني قسمنا على 3 في الطرفين. السؤال اللي بعده جامد قوي وجميل قوي. ليه ده على ده هيديني عدد؟ قلت له يبقى لازم ده يكون قد اللي تحت، يعني لازم الكبير اللي فوق والكبير اللي تحت يكونوا شبه بعض. يعني انت عايز تقول لي هنا ان الاربعه الف س اس ن، ن دي لازم تبقى اس 2. طب ليه؟ عشان ده يروح مع ده يتبقى عدد، ابدا اجاوب. هنا فين؟ يعني اذا هنا انت من غير ما نوجع دماغنا قلت لي ن ب2. طب هنا بقى ده راح مع ده، يعني 4 ألف على 8، يعني معناها ألف على الاثنين بيساوي 3. جبتها منين؟ على الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها الاثنين. هنا هعمل مقص، يبقى ألف تطلع 2 في 3 ب6. عيد السؤال تاني، عيد السؤال تاني، حتى في الأونلاين بعيد السؤال تاني أكتر من كده. صديقي العزيز، حضرتك عايز تساوي المقدار ده ب3، فلازم الأس اللي فوق يكون قد الأس اللي تحت عشان يطلع عدد. أما لو اللي فوق كبير ما لا نهاية، لو اللي تحت كبير صفر. فاذا فوق هيبقى 4 الف س اس 2 وتحت 8 س اس 2، فالاس 2 تروح مع الاس 2. فال4 الف على 8 فيها الالف على الاثنين بتساوي كام؟ 3. هعمل مقص ظريف خفيف، هتبقى الالف بتساوي 2 في 3 ب6، يبقى الالف ب6. السؤال اللي بعد كده برضه رموز. يلا بينا. مين كبير اللي فوق؟ هيبقى الجذر التكعيبي لالف س اس 3. مين كبير اللي تحت؟ الجذر التربيعي ل4 س تربيع. يلا بينا نعامل تحت لوحده ونعامل اللي فوق لوحده. ده راح مع ده، جذر الاربعه اللي تحت 2. ده راح مع ده، جذر التكعيبي للالف اتبقى بيساوي -1. بعد اذنك اعمل مقص، يبقى الجذر التكعيبي للالف بيساوي 2 في -1 ب2. عايز اتخلص من الجذر، انا فاكر لما يكون عندي اس بجيب الجذر، يبقى لو عندي جذر احط عليه اس 3. ركز عشان هيجي لك ايرور هنا. امسك الاله واكتب بيها بين قوسين -2 اس 3، هتفوجئ ان هي -8. بالله عليك اخر 3 اسئله دول خدهم بره حلهم، معلش صوتي لو عالي شويه. خد ال3 اسئله دول حلهم بره هتفهم. لو انت فاهم 3 اسئله خدهم حلهم بره. تمام؟ قول لهم الصوت وقطع مش مهم. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، ابو احمد خطر، حبيبي صديقي الغالي، يلا بينا اخر مره. مين اكبر اس فوق؟
أ تربيع س. مين أكبر أس تحت؟ 2 س. شيل ده من ده. أ تربيع على الاتنين بتساوي 8. اديني واحد مقص. يبقى أ تربيع بيساوي 16. هوبا الجذر تبقى أ بتساوي موجب وسالب 4. إيه يا عم ده؟ أ بتساوي موجب وسالب 4. قال لي أ تنتمي لحق، يعني تنفع موجب وتنفع سالب. إيه المشكلة؟ وأنا هتعارك معاه. السؤال ده بقى سؤال جامد أوي. طبعا البطيخة العلمي هيغلط. مش قصدي بعلمي هذا. العلمي هيقول لك بس اكبر اس فوق س اس 2. غلط. اكبر اس س 3. غلط. امال يا ابني مش احنا قلنا اي عدد س اس صفر؟ مين الكبير بقى؟ السالب ولا الموجب ولا الصفر؟ الصفر يبقى 3 س اس صفر على 8 س اس صفر. شيل ده مع ده يتبقى 3 على 8. صح. حصل. دي جلت مني دي. انت قلت لي اي عدد احط جنبه س اس صفر. انا نسيت يا استاذ. ما تنساش تاني يا استاذ. ركز يا استاذ. الله يبارك لك يا استاذ. مكررينه عادي بواخر. السؤال اللي بعده تخلص بقى يا مستر. هنعوض هيطلع صفر على صفر. طب بص بقى معايا الحته دي وركز معانا عشان حلها حلو. طبعا هنا اكبر حد فوق 3 س تربيع وهنا 4 س تربيع. شيل ده مع ده يتبقى 3 على 4. بس اوعى تنسى ان دي 1 على س. ايه ده؟ يعني 1 على ما لا نهايه. صح. وواحد على ما لا نهايه المستر قال ان دي بصفر. واي حاجه اس صفر تساوي الواحد. اتخضيت تاني. جبنا الكبير فوق 3 س تربيع، الكبير تحت 4 س تربيع، شيل ده من ده يبقى 3 على 4 1 على س. طبعا هنا مش هنقسم على السين، احنا بنعوض، فعوضنا عن السين بما لا نهايه. اي عدد على ما لا نهايه صفر، قلنا الكلام ده، واي حاجه اس صفر بواحد. الله خلص. يلا بينا شويه اسئله حساب مستوى في المراجعه دي كده على السريع. تمام؟ عشان تلم كده مراجعتك بدنيتك. طبعا دي مش كل الاسئله اللي على الدرس ده، بس هي مراجعه عشان لما تخش على الامتحان بتاع الشهر بتاعك. الراجل بيقول لي ا ب ج مثلث فيه، قلت له استنى اما ارسم. ا ب ج مثلث فيه، ادي ا ب ج مثلث. في مين يا عم؟ قال لي ا شرطه 3 ب شرطه 6 قياس زاويه ج. يعني انت مديني ضلعين وزاويه محصوره. عايز ج شرط. حد فاكر القانون؟ يلا بينا نفتكر القانون بتاع الدرس اللي هو الدرس الثاني اللي هو جيب التمام. مستر طب انا مش فاكر القوانين. تعالى يا معلم نفكرك بالقوانين بتاعتنا. ان انا لو عندي ا شرطه ب شرطه ج شرطه وعايز اجيب جتا ا، عشان عندي 3 اضلاع، يبقى انا لو عندي 3 اضلاع اشتغل بقانون جيب التمام. بص يا سيدي، جتا ا ارمي ا في الاخر يبقى ب زائد ج ناقص ا على ب ج تربيع 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 2. طب لو عايز اجيب جتا ب سهل، سيب الب في الاخر. ا زائد ج ناقص ب على ا ج تربيع 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 2. طيب مستر لو انا عندي ا وب وقياس الزاويه ما بينهم اللي هي ج وعايز اجيب ج شرط، بص القانون، امسك الاثنين دول اجمعهم مره ناقص 2 اضربهم مره جات الزاويه ما بينهم تربيع تربيع تربيع. وانت سمعت الكلام معايا في الحصه بتاعت السنتر. اشرح لك بقى شويه اسئله عشان امتحان الشهر بتاعك الله يبارك لك تكون فيه على الاقل فكره. ج شرط هيساوي بقى خد الضلعين اللي هم ا وب اجمعهم مره ناقص 2 اضربهم مره جات الزاويه ما بينهم تربيع تربيع تربيع. يبقى ا 3 ب 6 ناقص 2 في 3 في 6 في جتا 36 درجه 21 دقيقه. طبعا انت عايز ج شرط مش ج تربيع فهتعمل جذر. يبقى تعالى كده نفتح الآلة وتعالى يا ست الآلة على جنب. هتدوس جذر، تحت الجذر هتعمل ايه بقى؟ 3 تربيع زائد 6 تربيع ناقص 2 في 3 في 6 في كوزين اللي هي جتا 36 كوما 21 كوما واقفل القوس. طلعت معايا بكام؟ 4 علامه 0 0 0 0 0 يبقى الطول ب4. يبقى الطول يا جماعه 4 سم. اختار 4. افتكر الدرس زي ما انا قلت لك في الحصه الله يبارك لك، مش هراجعه كله ما تخافش عشان الوقت. قياس اصغر زاويه، حلو، عندي 3 اضلاع اللي هم 28 17 20. علمتك حركه. اصغر زاويه اللي هي زاويه اكس مثلا اللي هي زاويه ب، هرمي ال 17 في الاخر يبقى 28 ناقص 20 زائد 20 ناقص 17. يبقى تاني ده زائد ده ناقص ده على ده في ده تربيع 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 2. مستر مش فاهمها كده. امال تعالى مستر من الاول. انت عندك يا صديقي
س شرطة ب 28 ص شرطة ب 17 ع شرطة ب 20 عشان بس لو حد بيتفرج معانا ما حضرش معانا الحصة. فأنا عايز جتا أصغر زاوية لأن أصغر زاوية قدام أصغر ضلع يبقى جتا صاد. جتا صاد عبارة عن إيه بقى قانونها؟ س زائد ع ناقص صاد س زائد ع ناقص صاد على س ع تربيع 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 2. أنا بقى بفضل أعمل كده. ارمي ال 17 في الآخر يبقى 28 زائد 20 ناقص 17 على 28 في 20 تربيع 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 في 2. طب انت عايز الزاويه، جيب الآلة بقى على جنب ونعمل مع بعض شيفت كوزين. شيفت كوزين شرطة كسر 28 تربيع زائد 20 تربيع ناقص 17 تربيع على 2 في 28 في 17. تطلع الزاوية بعد يساوي وكوما تطلع 19 55 19 55. بس هو هنا معلم مفيش 19 55. ازاي؟ استنى كده نراجع. 28 تربيع زائد 20 تربيع ناقص 17 تربيع. الحتة دي معلش يا رجالة سامحوني كتر الحل. 2 في 28 في 20 يساوي كوما مؤاخذة يا رجالة 36 57 36 57. الإجابة ألف. الحمد لله إن هي اختيارات. السؤال اللي بعده قياس أكبر زاوية. أكبر زاوية قدام أكبر ضلع. يلا هنقولها تاني يلا أهو. أكبر زاوية قدام أكبر ضلع يبقى عايز جتا جيم. جتا جيم بتساوي 8 زائد 7 ناقص 13 على 8 في 7 تربيع 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 2. يلا نحلها مع بعض. شيفت كوزين شرطة كسر 8 تربيع زائد 7 تربيع ناقص 13 تربيع على 2 في 8 في 7 يساوي كده كده هي 120 بالسليم اهي 120. اللي بعده في اي مثلث س ص ع. الاسئله بقى اللي هي فيها بقى شغل على القوانين. س شرطه بيساوي س شرطه زائد ع شرطه ناقص، ما هو بالعقل بقى يبقى س شرطه تربيع بتساوي ص زائد ع ناقص 2 ص ع جتا الزاويه ما بينهم اللي هي س. يبقى ناقص 2 ص ع جتا س ناقص 2 ص ع جتا س. الاجابه اهي. هنا القانون ده فاضل له ايه؟ فاضل له ص ع و2 يبقى 2 ص ع 2 ص ع. طبعا احنا في الحصه عملنا شويه لعب في القوانين دي ايه ما اقولكش، بس احنا بنقول ايه في المراجعه ننجز فيها عشان انتوا برضو امتحانكم. تمام. بس بالله عليك لو ما حضرتش الحصه تعوضها بالله عليك وحط امك. انا قلت فيها كلام كتير والاسئله المقاليه والاختيارات. يعني هنا بنجز معاك الدنيا. يعني خلاص انا مش هطول معاك. قربنا خلاص كده نفنش والله. هم بالظبط كذا سلايد. تمام. بيقول لي م تربيع زائد ن تربيع ناقص لام شرطه تربيع بتساوي ايه؟ فانا هقول لك حاجه. مين المغضوب عليه السالب؟ لام. روح جيب جتا لام وانت هتريح الدنيا. جتا لام بتساوي م ونون ولام يبقى م زائد ن ناقص لام على م ن تربيع 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 2. تعال نشوف اللي ناقصنا. ده عندنا يبقى فاضل لنا ده في ده. يعني انا فاضل لي 2 م ن جتا لام زي ما علمتك في الحصه. 2 م ن جتا لام 2 م ن جتا لام. سؤال حلو قوي. اذا كان ا تربيع بيساوي ب تربيع زائد ج تربيع زائد ب ج فان قياس زاويه ا بكام؟ السؤال ده عايز صبر الله يبارك لك. انت عايز قياس زاويه ا يبقى لازم توصل لقانون جتا ا. تعال نكتبه كده على جنب. ب زائد ج ناقص ا على ب ج تربيع 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 2. ازاي بقى اوصل ده لده؟ شغلانتي دي بقى. تعالى استاذن حضرتك. اولا هدخل الاثنين رجاله دوت جوه يبقى ا ناقص ب ناقص ج بيساوي ب ج. فرد قالوا لي بس احنا موجب وهو سالب. قلت اضرب في سالب فبقى هم موجب والالف سالب والاخ ده بقى سالب زيهم. لغايه هنا تمام. طب اقسم هنا على سالب ب ج وهنا على سالب ب ج. قسمنا فبقى ده 1 وده ب تربيع زائد ج تربيع ناقص ا تربيع على ب ج ومعانا سالب. طب سيب السالب هنا ما تودهوش. ليه؟ عشان عايز اقرب للقانون. طب انا عايز اللي تحت يبقى 2 عشان يبقى قفلت القانون. قال لي ما دام هتضرب تحت هنا في 2 اضرب هنا تحت في 2. جميل. بقى كل ده مكان مين؟ جتا ا. طب ما تيجي نشيله ونحط جتا ا
يبقى جتا ألف هتساوي سالب نص. يا سلام، شفت جتا سالب نص تطلع الزاوية 120. السؤال ده بيتقال مرة واحدة، اعمل له باك وارجع اسمعه تاني بس. سؤال أستاذ ورئيس قسم. سيدي القاضي، السؤال اللي بعده بيقول لي في المثلث أ ب ج الزاوية دي الزاوية بين مين ومين؟ مش فاهم عشان أنا مش مقتنع باللي أنت بتقول إيه يعني، مش فاهم. أي مثلث القانون ده كده، ده القانون ده هيبقى قانون مين؟ هتقول لي جتا ج. فهو بيسألك بقى جتا ج بين مين ومين؟ يعني إيه؟ يعني إيه الرقمين اللي لازم ما بينهم ما ينفعش يساويهم؟ يعني إيه برضو؟ يعني جتا ج زاوية إيه وإيه؟ حادة ومنفرجة. حلو، حادة ومنفرجة يعني بالعربي كده يا إما تبقى ما بين مين وبين مين؟ هل صفر وسالب واحد ولا إيه؟ فأنا هستأذنك تعالى هات لي جتا صفر وجتا واحد. جتا بيساوي صفر والجتا ايه بتساوي واحد والجتا ايه بتساوي سالب واحد، واشتري مني. وادي الآلة يا عم، فتحنا آلة التليفون حتى. تمام؟ شيفت كوزين صفر طلع 90. شيفت كوزين واحد طلع صفر. شيفت كوزين سالب واحد طلع 180. جميل قوي. فهي الزاويه بتاعتنا تقع بين مين ومين وما ينفعش تساويهم، فخليك ذكي. ما ينفع تبقى 90. ينفع تبقى 90 خلاص. ما ينفعش تبقى صفر وما ينفعش تبقى 180 صح. يبقى تقع ما بين سالب واحد وواحد اللي هي من بعد الصفر وقبل ال 180. اشمعنى؟ بس لو زاويه بصفر يبقى ما فيش زاويه، يبقى ده مش مثلث. ولو الزاويه 180 يبقى دي زاويه مستقيمه. امال الباقي هياخد كام؟ يعني انت عايز تقول لي ان الجتا ما بين سالب واحد، وما تقول ما بين سالب واحد وواحد اخدناها في تانية اولى ثانوي. يا عم انت فاكر انت اكلت امبارح. السؤال اللي بعده في المثلث ده قياس زاويه س 45. تمام عيوني، س شرطه زائد شرط. الجمال ده. طب ما القانون بيرد على نفسه. ما هو س شرط تربيع، حد يقول لي بقى ايه؟ ص زائد ع ناقص 2 ص ع جاتا الزاويه ما بينهم اللي هي جاتا س. تمام. هنا تربيع هنا سايب لي ده وسايب لي ده وسايب لي ده، يبقى فاضل 2 ص ع في مين بقى؟ جاتا س. طب ما هو س ب 45، جاتا س جذر 2 على الاتنين. شيل 2 مع 2 يتبقى سالب جذر 2 ص ع. ده اللي باقي يتكتب كده، السالب موجود يبقى جذر 2 ص ع. يبقى جذر 2 ص ع. شويه لعب بالقوانين حلو. وقلت لك تاني عيد الفيديو او عيد الحصه لو انت ما حضرتهاش. لو حضرتها انت بتستفاد جدا بالاسئله دي. بعد كده بقى حته شويه مقالي على الاسس. تمام. مقالي على الاسس، وهنا مقالي على الاسس، وهنا مقالي على اللوغاريتم. 3 اسئله والله ينفع نسمعهم يبقى فنشنا وخلاص ونروح عندنا. يلا يا عم خلاص اهي. 9 أس ن في 4 أس ن على 6 أس 2 ن تتحل ازاي؟ هو لا فيها طريقه يدوي لازم. التسعه 3 أس 2 واضرب 2 في ن. الاربعه 2 أس 2 اضربها في ن. السته بقى تتقسم 3 في 2 واوزع الاثنين ن. هنا 2 ن وهنا 2 ن. يبقى تاني التسعه 3 أس 2 ف2 في ن ب 2 ن. الاربعه 2 أس 2 في 2 ن. السته 3 في 2 وحط كل واحد عليها 2 ن، مش بوزع الاثنين ن. فانا لقيت ده شبه ده راحوا مع بعض، وده مع ده شبه بعض، يبقى يديني واحد كاننا قسمناهم على بعض. يبقى اجابه السؤال الاول واحد. تاني 25 5 أس 2 اضرب 2 في س و2 في 1. الاربعه 2 ومعايا 2 اللي هي 2 أس 2 2 س. ال10 بقى 5 في 2 وحط هنا 2 س وهنا 2 س، فده راح مع ده. وده هطرح الاسس يبقى 5 2 س وتروح مع 2 س يتبقى 2، يبقى 5 أس 2 اللي هي 25. اللي بعده اسس وحلوه وتقيله وجميله وفي حصه الشرح هتسمعها. هنا حضرتك هتكتب 2 زائد 2 بتساوي 10 وتشيل السين ومره تعوض عنها بس زائد 1 وتشيل السين وتعوض مره بس ناقص 1 اللي هي الداله. الخطوه دي الاولى. الخطوه الثانيه تاخد 2 أس س عامل مشترك. فاما اجي بقسم بطرح الاسس. س زائد 1 شيل س يتبقى 1، س ناقص 1 شيل س يتبقى سالب 1. ثم تكتب لي ده على الآلة
اللي هو مين ده يا اخويا؟ اللي هو 2 اس 1 2 اس 1 زائد 2 اس سالب 1 هيطلع معايا 2 ونص. يبقى 2 اس س مضروب في 2 ونص بيساوي 10. 2 ونص دي اللي هي 5 على 2 يعني. تمام، فانا عايز اخليها 5 على 2. هقول لك ليه دلوقتي. عايز اتخلص من 5 على 2، اضرب في 2 على 5 واضرب في 2 على 5. فده راح مع ده. يبقى 2 اس س بتساوي على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها الاتنين. 2 في 2 ب4 اللي هي 2 أس 2 يعني. بما إن الأساس بيساوي الأساس الأس بيساوي الأس. يبقى الس بتساوي 2. السؤال الأخير عندنا أو آخر سلايد عندنا. اوجد مجموعة حل المعادلة دي. لوغاريتم س الكل تربيع ناقص لوغاريتم س تربيع ودخل 3 بعكس إشارة. دي بتعمل إيه؟ قال لك دي بتتحلل. بتتحلل ازاي؟ قال لك بفتح قوسين هنا وبقول اللوغاريتم س متكرر مرتين، لوغاريتم س ولوغاريتم س. تمام. دي 3 كام في كام طرحهم واحد؟ ما ينفعش. طب استأذنك خد الاتنين البسط دي نزلها هنا، مسموح لك. ارجع بقى المرجوعنا. التلاتة كام في كام طرحهم 2؟ 3 في 1. لو الاخير سالب يبقى الاشارات مختلفة، في النص ليك كبير سالب موجب. يا اما لوغاريتم س بتساوي 3 يا اما لوغاريتم س بيساوي سالب 1 وديناها بعكس اشاره. طبعا انت عارف اساس اس ناتج صح؟ يبقى س بتساوي 10 اس 3 او س بتساوي 10 اس سالب 1. يبقى مجموعه الحل يا 10 اس 3 يا 10 اس سالب 1. انا عارف ان انت تعبت، حاسس بيك، اقسم بالله العظيم مراجعه تقيله 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 لو انت الدروس دي ما حضرتهاش. طب لو حضرت جزء منها وجزء تاني يبقى تاني انت بتجمع. طب لو انت داخل على امتحان الشهر، فامتحان الشهر بالنسبه لك انا عايز المع الدنيا، وانت عارف ان مستحيل نكون احنا ماشيين يعني سيمبل امتحان الشهر. انت كده عندك مراجعه في امتحان شهر اكتوبر، دي كدول ابلكيشن موجوده فري لاي حد يخش يتفرج عليها، ودي مراجعه شهر نوفمبر. انت هتتفرج على نوفمبر بس. طب المدرس مدرسه قال لك لا انا مش هجيب اسس ولوغاريتمات وهجيب من الحاجات بتاعت اكتوبر، روح اتفرج على شهر اكتوبر يبقى اعرف اللي نازل عندك ايه. دي اللي مكتوب عندنا في التوزيع ان دي على نوفمبر. المفروض ان كده دي نوفمبر، انت كده خلصت نوفمبر ودنيتك بتاعتك. المفروض ان عندهم في تقسيمتهم ان احنا في ديسمبر هنعمل ايه بقى؟ هيبقى مراجعتهم في المدارس. واحنا ان شاء الله باذن الله خلاص احنا كان في السنتر او في الاونلاين فاضل لنا حصص معدوده جدا، وانت تتفرج على الفيديو ده 2 3 بالكتير قوي 4 يوم ما يضربها الاقل، وهنبدا نراجع. وهنراجع مراجعه قويه جدا محضره لك مذكرات اقسم بالله العظيم متعوب فيها كلمه كلمه في المنهج بتاعك، واحده واحده معاك مقسمينها لك مهما يكون السؤال. لدرجه ان انت المذكره هتكلمك هتقول لك لو لقيت كذا اعمل كذا، لو لقيت كذا اعمل كذا. ثم هنبقى ان شاء الله في السنتر عندك المراجعه بتاعتك جزئين، جزء في السنتر وجزء في اونلاين. السنتر هنشرح وهنحل، وفي الاونلاين هنشرح وهنحل. يبقى بتاع الاونلاين هيتراجع له وبتاع السنتر هيتراجع له. هيتراجع لك كل كلمه زي ما انت عارف. بس هنا النقطه، لازم آلتك الحاسبه ادواتك قلم وورقه وتبدا تيجي تحل، وانت عارف ان دي رياضه، رياضه مجموعه تقيله عايزه تتجمع ويتحل عليها. جاي تقعد معانا تسمع كلمتين عايز تخش تلاقيهم في الامتحان، دي مستحيل. احنا بنحاول نفهمك على قد ما نقدر ونطلعك حلل بايدك، ودي نقطه مهمه. مش بخش ادش في الحصه اقول لك كلمتين واجري، لا، لازم تحل بايدك وتتناقش وتقول يا مستر السؤال ده نعيده تاني ما نعيدوش، عندنا كذا. في المراجعه مش هنقدر نعمل كده، المراجعه انا هحل كتير فانت هتسمع كتير وهتحل بايدك، فاللي هيقع منك انا عارف هعوضه لك ازاي. اما في الشرح زي ما انت عارف بسمع لك وبتسمع لي. مستر لو سمحت حتى لو القاعه فيها كام واحد ترفع ايدك فوق، مستر لو سمحت نعيد. بتاع الاونلاين عنده التواصل بتاعنا بيبدا ينزل اسئلته على الجروب، بيبدا يبعت للسكرتاريه تبعت له الاجابات. اتمنى منك ان انت تكون تسمع الفيديو وتقسمه، اوعى تسمع الفيديو مره واحده عشان ما تتعبش. اشوفك على خير في مراجعه جديده.